اوكي ماشي. اول حاجه احنا النهارده هنتكلم عن توبيك ال DHCP. اعتقد التوبيك ده يبقى مألوف ليك، يعني اغلب الناس سواء بقى سنه اولى سنه تانية الكلام ده كلها كده، الناس دي كلها على الاقل عدى عليهم ولو ككلام بسيط يعني. فما اعتقدش انه حاجه جديده قوي عليكم، بس كده كده هنشرحه يعني من البيزك، يعني مش هعتمد ان انتوا كنتوا واخدينه قبل كده يعني. تمام. اول حاجه دي الاوفر فيو بتاعتنا احنا. هنتكلم عن مشاكل الستاتيك اي بي. هنبدا يعني هعرفكم موضوع الستاتيك اي بي ده وايه المشكله بتاعته، وبعد كده هنبدا نفهم يعني ايه دي اتش سي بي. وهنشرح حاجه اسمها الدورا بروسيس، ده هنشرحها في السريع كده، اللي هو ازاي الجهاز بياخد الاي بي من الدي اتش سي بي. والدي اتش سي بي دي يعني ده بروتوكول. تمام. بقدر يبقى عندي سيرفر دي اتش سي بي، يا اما ممكن يبقى عندي على الراوتر السيرفيس بتاعت الدي اتش سي بي، وعلى المالتي لاير سويتش برضو ممكن اعمل دي اتش سي بي. تمام. يعني الدي اتش سي بي عندي ممكن يبقى موجود في ثلاث اجهزه مختلفه، سواء السيرفر ممكن يبقى سيرفر للدي اتش سي بي، وممكن يبقى على الراوتر كسيرفيس، او على اللاير 3 اللاير 3 سويتش او المالتي لاير سويتش. بعد كده نبدأ نفهم اللي هو الدورا بروسيس، زي ما قلت ازاي الجهاز بياخد اي بي من المكان اللي فيه الدي اتش سي بي. سواء مثلا احنا مش هنتعامل مع سيرفرات، فاحنا هنتعامل يا اما مع مالتي لاير سويتش يا اما مع الراوتر. جميل. فاحنا هنعرف ازاي البي سي ممكن ياخد الاي بي بتاعه من الراوتر او المالتي لاير سويتش، وهنعرف شويه تفاصيل كده عن الاي بي نفسه. بيبقى في حاجه اسمها انك اكنك بتأجر الاي بي ده. تمام. تفاصيل هنبقى نعرفها يعني، والكونفجريشن بعدها نخش على العملي، وبعدها نتكلم كلمتين كده نظري خفاف عن الدي اتش سي بي برضه، مش هنطول فيهم قوي. فالسيشن النهارده ان شاء الله بسيطه يعني، و... و... وان شاء الله هي هتبقى مش صعبه بالنسبه لكم، وانتم مش هت... مش مش ايه مش هتهنجوا معايا يعني. وهحاول اخلصكم بدري يعني السيشن النهارده خفيفه. ما السلايدز اصلا بتاعتنا حوالي 8 سلايد مثلا، او 12 منهم 4 اصلا متاخدين في سانكس والانترو والكلام ده كله، فحوالي 8 سلايدات مش كتير يعني. ف ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماشي. اول حاجه انا عندي يعني ايه مشكله الاستاتيك اي بي. قبل ما نخش يعني قبل ما نرغي في السلايدز، اما انتوا كنا بناخد اي تاسك هنا. انا مش هشتغل عملي، بس انا اوريكم حاجه. لما كنا بناخد اي تاسك هنا وكنا بنيجي نحط اي بي، كنا بنخش هنا. جميل. انتوا لو تاخدوا بالكم، معرفش انتوا واخدين بالكم ولا لا، بس هنا عندك الايه اوبشن ستاتيك اصلا هو الباي ديفولت موجود. جميل. وعندك اوبشن دي اتش سي بي. تمام. مش الستاتيك ده معناه ايه؟ ان انت بنفسك بتخش تكتب الاي بي. تمام. تكتب مثلا الاي بي كذا، تكتب السبنت ماسك كذا، تكتب الديفولت جيت واي زي ما خدنا المره اللي فاتت، وكمان بتكتب الدي ان اس سيرفر لو في دي ان اس سيرفر مثلا في الايه في ال في ال في الشركه عندك في دي ان اس سيرفر معين، يا اما انت ممكن يبقى عندك زي حاجه موصلك بالدي ان اس سيرفر بتاع جوجل. تمام. اللي هو اشهر دي ان اس سيرفر هو 8888 كده اصلا. تمام. ده الدي ان اس ده اشهر اي بي الدي ان اس بتاع جوجل. طبعا الدي ان اس بتاع جوجل هم ليهم كذا اي بي يعني، تمام، لان عندهم سيرفرات كتير وكده، بس ده اشهر واحد يعني. المهم احنا ما خدناش فكره ان احنا نحط دي ان اس سيرفر دي، وهي اوبشنال يعني. اصلا انك تحط دي ان اس سيرفر ده حاجه اوبشنال، مش شرط تحطها يعني. جميل. بس فانت طبيعي انت بتخش على كل جهاز، تحط اي بي، تدي له سبنت ماسك عشان يعرف هو تبع انهي شبكه، تدي له الديفولت جيت واي عشان يعرف الراوتر مثلا او الجهاز اللاير 3 اللي هيطلع عليه مثلا على الانترنت او يتكلم مع شبكات مختلفه، ودي ان اس سيرفر زي ما اتكلمنا فيه دلوقتي. جميل. فدي كانت مشكلتها ايه، واعتقد انتم ممكن كلكم كانت بالنسبه لكم دي مشكله حتى لو مش محسوسه قوي. انت هتضطر تخش، لو حد بقى من الناس اللي فعلا كانت بتحط الاي بيات للاجهزه كلها مثلا، فانت بتضطر تخش على جهاز وتحط الاي بي، وتحط السبنت ماسك، وتحط الديفولت جيت واي. تمام. وتخلص مثلا شبكه كامله تخش على اللي بعدها وهكذا. فانت محتاج ان انت اول حاجه تبقى خلقك واسع. تمام. وما تغلطش، يعني انت ما تديش مثلا لجهازين نفس الاي بي. تمام. لان طبعا زي ما احنا عارفين المفروض الاي بي ما بيتكررش. جميل. المفروض الاي بي ده يونيك ادرس، ده ما فيش جهازين المفروض يبقى ليهم نفس الاي بي. تمام. وانت لو جربت تدي تو اي بيز يعني لو انت اديت ده اي بي واديت لده نفس الاي بي، الجهاز ده هيديك ايرور، لان مش هيديك ايرور ان هو ايه
ان ما ينفعش تحط الاي بي ده هنا. ليه؟ لانه اوريدي متاخد. تمام. اعتقد السيتويشن ده قابلنا في السيشن اللي فاتت يعني، انا ما اتذكر يعني. جميل. ف انت بقى بتضطر تخش تحط على كل الاجهزه الكونفيجريشنز بتاعتها. يعني احنا بنسميه كونفيجريشن هو اي بي كونفيجريشن يعني. جميل. يعني مش كونفيجريشن كوماند لاينز يعني، بس انت بتخش على كل جهاز بتعمل الاي بي كونفيجريشن بتاعه. تمام. تخلص شبكه في شبكه في شبكه. طبعا ده بيضيع وقت كتير، انت بتاخد وقت كتير، وموضوع ممل جدا، وموضوع محتاج تركيز، لان انت ممكن يعني ممكن تغلط في موضوع الاي بيهات ده. طبعا انت هنا في سيسكو باكيت تريسر هو بيجيب لك ايرور. تمام. انت في الحقيقه انت دي ممكن تبقى مشكله. هو في الغالب برضه هيجيب لك ايرور، بس ايه، انت المفروض دي حاجه زي دي تبقى مركز فيها. تمام. يعني انت ممكن تدي اي بي غلط، ممكن تبقى انت مدي اي بي انت المفروض سايبه لحاجه ثانيه. تمام. يعني انت ممكن تنسى الديفولت جيت واي. يعني مثلا لو فرضنا الديفولت جيت واي بتاعتك هي المالتي لاير سويتش ده. جميل. ممكن تنسى تدي له اي بي دلوقتي. تمام. وتيجي هنا تدي الاي بي مثلا اول اي بي مثلا لو هو ده كده مثلا دوت واحد دوت واحد مثلا يعني، فتدي له اول اي بي ده. جميل. وانت متعود دايما مثلا انك بتدي للايه للجيت واي بتاعتك هي اول اي بي، فهتيجي تدي له اول اي بي يديك مثلا ايرور، فانت مش قادر تفهم فين المشكله. فممكن تبقى المشكله انت ما خدتش بالك ان انت مثلا اديت لده اي بي انت متعود تديه للايه الديفولت جيت واي. جميل. ده مثال يعني، مش اكتر. ايه تاني طبعا زي ما قلنا مشاكل بتاعت الوقت. في وقت طويل هتاخده في ان انت لو عندك اجهزه كتيره بقى. انت هنا بنتكلم مثلا في دول 8 اجهزه. التوبولوجي اللي فاتت باين كانوا 12 جهاز او 12 جهاز، مش فاكر كانوا كام يعني. بس كل ما التكنولوجي كانت تكبر وعدد الاجهزه تكثر، كل ما الموضوع بياخد وقت اطول، بيبقى مرهق، بيبقى ممل. ممكن زي ما قلنا يحصل مشاكل، يحصل حاجه اسمها اي بي كونفليكت، اللي هي زي ما احنا قلنا ان انت تدي اي بي لنفس الجهازين، نفس الاي بي للجهازين يعني. فدي كلها ايه مشاكل الاستاتيك اي بي. تمام. فليه هو استاتيك؟ لان هو ليه هو استاتيك؟ يعني احنا مجرد ان احنا بنحطه ما بيتغيرش. انت لما تكتب الاي بي هنا كده، جميل، انت خلصت يعني كتبته وخلصت ورحت كملت بقيه الكونفيجريشنز في الاجهزه هنا. لما تيجي ترجع للجهاز ده مش هتلاقي الاي بي اتغير، هتلاقي هو. ليه؟ لانه ستاتيك، هيبقى ثابت معاه دايما. جميل. جميل. فهي دي مشاكل الايه الاي بي الستاتيك. تمام. زي ما قلنا بتضطر تحط كل دول الاي بي، السبنت ماسك، الديفولت جيت واي، دي ان اس سيرفر ادرس. تمام. فلو الشبكه او الشركه اللي انت شغال فيها اجهزه كتير، مثلا زي ما بقول لك 200 كمبيوتر مثلا زي ده، فالموضوع بيبقى صعب. تمام. النتورك ادمن بنفسه اللي هو احنا بنأدي وظيفته دلوقتي يعني، ان هو بيضطر ايه يعمل يحط الانفورميشن دي كلها بنفسه يعني. تمام. بس فهي دي المشاكل. في مشكلتين برضو تانيين، ان انت لو في موظف جديد دخل، فانت بتضطر انت كل موظف جديد بيخش انت بتضطر تخش على الجهاز بتاعه وتحط له النتورك سيتنج بتاعته يعني، سواء بقى الاي بي والدي ان اس الحاجات دي كلها. جميل. وفي نفس الوقت لو انت حركت الجهاز من مكان لمكان، كده كده انت لو حركت الجهاز من قسم مثلا لقسم تاني، فده معناه ان انت كده كده هتغير في الفيلان كونفيجريشن يعني بتاعته. جميل. بس في مشكله كمان، انت كمان هتضطر ايه هتغير برضو في الاي بي بتاعه، هتغير له الاي بي وتغير له الديفولت جيت واي والكلام ده كله، لان انت هتبقى حطيته على شبكه مختلفه. طب ليه مثلا ممكن حاجه زي كده تحصل؟ اقول لك مثلا يا عم احنا في الشركه كان عندنا موظف في الاتش ار ومشي. تمام. وجه موظف جديد في الديفلوبمنت. يعني فخدنا الفي سي ده مثلا حطيناه تبع شبكه الايه الديفلوبمنت. جميل. يعني شلنا السلك ده ووصلناه بالايه بالسويتش بتاع الديفلوبمنت مثلا ايا كان يعني، او سيبنا يعني ايا كان حطيناه فين. المهم انت غيرته من الفيلان بتاعته، سواء بقى على نفس السويتش او في سويتش تاني. تمام. انت غيرته من الفيلان بتاعته. جميل. فانت متغيره من الفيلان بتاعته. احنا زي ما متعودين كل فيلان بيبقى ليها النتورك رينج بتاع الاي بي، الرينج بتاع الاي بيهات بتاعتها. تمام. فبالتالي انت هتضطر تغير النتورك. تمام. وهتتغير انت كده كده هتغير اعدادات الكونفجريشنز بتاعت الفيلانز، بس انت هتغير الايه الاعدادات النتورك بقى نفسها، الاي بي والسبنت ماسك الديفولت جيت واي الكلام ده. جميل. فدي برضو من الايه من المشاكل اللي موجوده في الستاتيك اي بي. الحل بتاعها بايه؟ الحل بتاعها بقى في الدي اتش سي بي اللي احنا هناخده النهارده، اللي هو اختصار لايه؟ دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. جميل. الدي اتش سي بي بيوفر عليك كل ده. الدي اتش سي بي انت بتعمل السيرفيس، بتعمل الكونفيجريشن بتاعتها على مثلا الراوتر او اللاير 3 سويتش او الدي اتش سي بي سيرفر زي مثلا موجود في الصوره هنا. بتعمل الكونفيجريشن بتاعتك كلها على جهاز واحد، واوتوماتيك كل جهاز بس بيفعل الاوبشن بتاع دي اتش سي بي،
ويقدر ياخد الايه النتورك سيتنج اللي هو محتاجها. تمام، يقدر ياخد الاي بي اللي يقدر يخش بيه على الشبكه، يقدر ياخد الايه ديفولت جيت واي، ويتعرف على السبنت ماسك بتاعته والكلام ده كله. جميل. فبدل ما انت تخش على جهاز تعمل كده، لا، الدي اتش سي بي اوتوماتيك بي ايه بيدي الاي بيهات، يعني بيجيب الاي بيهات للايه للبي سيز دي. تمام. تمام. فالدي اتش سي بي هنا بيوفر عليا وقت ومجهود، ويوفر عليا ان انا ممكن يحصل ميس كونفيجريشن، اللي هو زي الاي بي كونفليكت اللي احنا قلناه هنا. انا ممكن ادي لجهازين مثلا نفس الاي بي او كده، او اكتب ممكن ما اديش يعني ما اديش جهازين نفس الاي بي، بس ممكن اكتب السبنت ماسك غلط، ممكن اكتب الديفولت جيت واي غلط، الكلام ده كله. فهو بيقلل لي الايه الميس كونفيجريشنز اللي ممكن تحصل، اللي هي الهيومن ايرورز اللي ممكن تتعمل يعني. جميل. هو بس وطبعا بيفرق جدا بقى زي ما قلنا لو الشبكه كبيره، تمام، او بيحصل تغيير في الايه في الفيلانات كتير، او تغيير في الاجهزه كتير، الكلام ده كله. تمام. موضوع الدي اتش سي بي بول ده نبدا نتكلم عنه دلوقتي. ف قبل ما نخش عليه، حد سرح معايا ولا انتوا تمام؟ ليها مميزات وعيوب، ليها مميزات وعيوب. ده ما انا بص انا سايبها للاخر اهو. دي اتش سي بي دي انا عشان كاتب ادفانتجز بس. تمام، يعني في هو انا ذاكر مميزاتها بس هي كل حاجه ليها مميزات، بس ايه، يعني من العيوب هتفهموها، هشرحها قدام، انا مش كاتبها صريحه بس هتتفهم قدام يعني. حد سرح مني بقى في اللي فات ده، او عايز نعيد حاجه، ولا نخش على طول نكمل؟ انا قصدي ان اللي هو الاستاتيك هو ليه عيوب بس مفيش انا عكست، معلش، هي ليها قصدي مميزات بس. يا رب، ليها عيوب ملهاش هي مميزات. ايه هي ايه بالظبط، هي الاستاتيك ولا الدي اتش سي بي؟ لا، الاستاتيك، انا كنت بسأل على الاستاتيك. انت بتسالي بقى ليها عيوب وملهاش مميزات؟ بسأل هل يعني ملهاش مميزات خالص، هي كلها عيوب لا، كده. ليها مميزات، وهنعرف مميزاتها قدام اهو. الاستنتاج الفرق بين العيوب والمميزات ده هنعرفه في اخر سلايدين هنا، فما تقلقيش، هنعرفهم يعني. طيب. بس هي مش انا ما بقولش ان ده عيب، انا بقول ان دي مشكله في الاستاتيك اي بي. بس هل معنى انها مشكله، هل معنى انها عيب؟ لا، يعني العيب لازم للاستاتيك اي بي؟ لا، مش شرط. ليه؟ لان انا هنعرف انا امتى بحتاج الاستاتيك اي بي. تمام، هنعرف تمام. قدام. اوكي. مفيش حد عنده سؤال صح كده؟ مفيش حد عنده اي اسئله تانية اعتقد يعني. ماشي، نكمل. خش على الايه، على ال- الوايت بورد بتاعتنا. الدي اتش سي بي بول. يعني ايه دي اتش سي بي بول اصلا؟ انا الدي اتش سي بي عندي لما بعمل السيرفيس بتاعتي على الراوتر مثلا، يعني حاليا هنعملها على الراوتر على دي اتش سي بي صفر ايا كان، هعمل السيرفيس بتاعت الدي اتش سي بي بتاعتي. تمام. بيبقى في حاجه اسمها بول. البول ده بيبقى ايه؟ بيبقى زي لسته كده. تمام، لسته كده كبيره، فيها كل الاي بيهات المتاحه. تمام، فيها كل الاي بيهات المتاحه في الشبكه اللي هي هولد البول بتاعها ده. تمام. فمثلا انا هعمل بول اسمه فلان 10. تمام، البول ده انا هعمله لفلان 10، يعني انا هعمل دي اتش سي بي بول لفلان 10. تمام، البول ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه كل الاي يعني هو مش مع نفسه كده، لا، انا اللي هقول له برضه. هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه كل الاي بيهات المتاحه اللي انا ممكن احطها لفلان 10. تمام. تمام. اكيد انا مش هحط برضه الاي بيهات دي بنفسي، يعني انا مش هقول له عندك اي بي 192.168.1.1 مثلا، و1.2 و1.3 مش اكيد مش هكتبهم مانوال كده، لا. انا هعرفه بطريقه دلوقتي هنبدا نعرف هي ازاي. تمام. الدي اتش سي بي بول بيبقى متعرف عليه ايه؟ متعرف عليه الاي بي رينج. ازاي؟ عن طريق ان انا بقول له انت تبع النتورك كذا، اللي هي نتورك اي دي، يعني بكتب له النتورك اي دي والسبنت ماسك. فمن النتورك اي دي والسبنت ماسك بيقدر يحدد لي الرينج بتاع الاي بيات المتاحه. جميل كده. فانا كده بناء على النتورك اي دي، تمام، والسبنت ماسك، هبدا اعرف ايه انا عندي كام اي بي متاح في الايه في البول بتاعي، او في الليسته بتاعت الايه الدي اتش سي بي بتاعتي. جميل جميل. وفي نفس الوقت البول ده بيبقى من المعلومات اللي فيه الديفولت راوتر او الديفولت جيت واي. جميل. الديفولت جيت واي، بدل ما انا كنت بكتبها بنفسي برضو زي ما قلنا في الستاتيك اي بي، انا بعرفها على الايه في البول بتاعت الدي اتش سي بي. جميل كده. جميل. كنت عايز اقول ايه دلوقتي؟ بس فما فيش حاجه تانية تتقال يعتبر. فانا بالتالي ببقى عرفت كل حاجه في مكان واحد. تمام، يعني لو ده على راوتر هنا دلوقتي، يعني لو السيرفيس دي على راوتر دلوقتي، فانا بخش على الراوتر ده
جميل، بديله النتورك اي دي، بعرفه النتورك اي دي، واعرفه السبنت ماسك، واعرفه الديفولت راوتر. تمام، دول الثلاث معلومات الاساسيه يعني في معلومات اكتر ممكن تتحط، بس دول الثلاث معلومات الاساسيه يعني. تمام، بعرف دول على الراوتر. تمام، وهو طبعا باي ديفولت بيستنتج الرينج اللي هو ممكن يبقى ايه مسموح فيه، رينج الاي بيات المسموحه. جميل، وبس. وبيعرف ان البول ده تبع فيلان هو مش بيعرف انه تبع فيلان كذا، هو انا بسمي البول باسم الفيلان بس علشان مثلا ابقى عارف البول ده بتاع ايه. يعني انا كده كده البول ده انا اللي بحط الاسم بتاعه، ممكن احط اي اسم عادي. تمام، بس هو بيفهم هو يعني الرينج بتاع الاي بيهات المتاح وتبع انهي نتورك. فانت لما تيجي تعمل كونفيجريشن لبي سي مثلا، تمام، لما تيجي تعمل كونفيجريشن لبي سي تبع فيلان معينه، فبالتالي هو بيقدر البي سي ده يبقى عارف هيسحب منين الاي بي، فيطلب من الراوتر الاي بي والراوتر يديهوله. تمام. آه دي يعني دي كل التفاصيل تقريبا اللي هنا في الموضوع الدي اتش سي بي، الدي اتش سي بي بول يعني. تمام، فحد عنده مشكله في دي عشان نخش في نقطه بعدها كمان؟ حد عنده مشكله في موضوع الدي اتش سي بي ده، البول او الحاجات دي؟ آخر حتة بس، آخر حتة خالص. اللي هي ايه بالظبط من بعد انهي؟ من بعد ما قلنا إن هو بيحدد بيحدد by default الرينج اللي هو بعد ما بنحدد النت اي دي، النتورك اي دي جميل هو جميل بيوصل جميل. هو جميل جميل تمام. الراوتر عندي انا بديله المعلومات دي كلها، فبيحدد رينج الاي بيهات. رينج الاي بيهات ده بيبقى موجود في البول بتاعته. جميل، في البول بتاعت يعني الراوتر عندي في الدي اتش سي بي بول بتاعته موجود الرينج بتاع الاي بيهات ده، هو اللي بيبقى موجود جوه البول. جميل جميل. دلوقتي الجهاز عندي في الشبكه عايز ياخد اي بي، ومش هياخده ستاتيك، هياخده من البول بتاع الدي اتش سي بي. فبيطلب من الراوتر انه يبعت له اي بي بالمعلومات دي. مش هيبعت له اي بي بس، هيبعت له زي كده بلوك كده انفورميشن فيها ايه، فيها الاي بي، فيها سب ماسك، فيها الديفولت جيت واي، فيها مثلا دي ان اس سيرفر لو احنا هنحط دي ان اس سيرفر، الكلام ده كله. جميل. فهو هنعرف هي دي الدوره بروسيس عامه اللي انا هشرحها دلوقتي. تمام، ان البي سي بيطلب من الراوتر مثلا، والراوتر بيرد عليه بالايه، بالانفورميشن اللي هو محتاجها. جميل كده. دي هنعرفها دلوقتي، اللي هي الدوره بروسيس دي هنبدا نعرفها دلوقتي يعني. حد عنده اي سؤال قبل ما نخش في الدوره بروسيس؟ ماشي. لا لا، ما هو هي مش نوع، الدي اتش سي بي بول ده مش نوع، ده الليسته بتاعت الاي بيهات. يعني انا زي ما قلنا، انا دلوقتي سيبك من البول خالص. انا عندي دي الانفورميشن اللي انا بديها، انا كده كده ما بديش رينج، انا دي الانفورميشن اللي انا بديها للراوتر. تمام، دي الانفورميشن اللي انا بديها للراوتر. الراوتر بناء على الانفورميشن دي بيحدد لي رينج من الاي بيهات. الرينج من الاي بيهات ده بيتحط عنده في ليسته. جميل، الليسته دي هي اسمها الدي اتش سي بي بول. تمام، يا بول هي جايه من هو يعني انت عندك مش عارف ممكن بالعربي تترجم ازاي يعني، بس اللي هو هي الابسط معنى ليها ان انت عندك لسته بنحط فيها ايه، موجود فيها كل الاي بيات المتاحه. تمام، فهو بيحدد الليسته دي بناء عن ايه، بناء على المعلومات اللي انا بديها له، فبيحدد الرينج ده بيتحط في ليست. الليسته دي هي اصلا اساسها اللي هي الاسم العلمي بتاعها دي اتش سي بي بي. بس كده يعني. يعني ايه؟ مش فاهم السؤال. يعني ايه كونفيج تيبل؟ يعني اقصد هي مقصود بيها؟ انا اه، اقصد يا باشمهندس اللي هي الكونفجريشن تيبل خاصه بالراوتر اللي احنا بنستخدمه. يعني المفروض ان احنا بنحط له كونفج تيبل اللي هو اه، بيمشي بالظبط بيها بالظبط بالظبط كراوتر او لانز مختلفه. بالظبط. ما ايوه، ما هو انا بالفعل انا بديله المعلومات دي، هو بيكريت عليها البول دي. فهي يعني هو بعمل، ما هي المعلومات اللي بديها له دي بديها له عن طريق كونفيجريشنز معينه انا هكتبها. بس بناء عليها هو بناء على المعلومات دي بيبدا يبني البول بتاعته دي. بس كده. تمام كده، ولا انت لسه ما فهمتهاش يعني؟ تمام، خلاص ايوه انا اوكي. متاكد، بس تمام، شكرا. خلاص اوكي اوكي. حد عنده اي سؤال تاني قبل ما نخش في الدورة بروسيس؟ ماشي. إيه، زي ما وريتكم هنا برضو ان هو انا عندي هنا ايه، الجهاز بيعمل ريكوست الاي بي ادرس، والايه والدي اتش بي سيرفر مثلا بيرد عليه بالايه، بالاي بي. تمام، وده سويتش في النص كده عادي يعني، بس عشان يمرر الترافيك يعني. آه
نبدا بقى في الدورا بروسيس. تمام، نخش هنا في الايه في الوايت بورد. عندي الدورا بروسيس، انا عندي في الدورا بروسيس اللي بيعملوا البروسيس دول، اللي بيعملوا البروسيس دي الجهازين دول، الكلاينت بتاعي او اليوزر، يعني ده يوزر اهو. تمام، معلش على الخط يعني، بس ده يوزر. والايه والدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي ده بقى زي ما قلنا ممكن يبقى سيرفر، ممكن يبقى سيرفيس على الراوتر، ممكن يبقى سيرفيس على المالتي لاير سويتش. جميل جميل. فالدورا بروسيس بتتم ازاي؟ اول حاجه الجهاز الكلاينت بيبدا يعمل حاجه اسمها ديسكفر. دورا بروسيس عامه هي دي او ار اي، احنا بنقول دورا، بس هي كل حرف منهم اختصار لكلمه. اول الدي اللي هي ديسكفر. جميل. فبيديسكفر الاجهزه اللي عليها دي اتش سي بي في اللان بتاعته. تمام، يعني احنا في نتورك دلوقتي وهو جوه النتورك دي، فهو بيديسكفر ايه الاجهزه اللي ممكن تديله الاجهزه اللي متفعل عليها دي اتش سي بي هنا. تمام، فيبدا يقول انا عايز حد يديني اي بي. تمام، فهو بيقول ايه يعني اكنه بيسال في دي اتش سي بي سيرفر هنا عشان انا محتاج اي بي. تمام، يعني ده ايه بشكل عام، يعني ايه ده اللي بيقول. تمام، في الديسكفر هنا. تمام، فهو بيديسكفر دي اتش سي بي. تمام، فواحد او اكتر ممكن يرد عليه. يعني ممكن دي اتش سي بي لو فيها اكتر من دي اتش سي بي سيرفر مثلا او كده في النتورك ممكن يرد عليه، بيوفر ليه الاي بي. مش بيوفر لي الاي بي بس، هو بيوفر لي الاي بي بالسبنت ماسك، بالديفولت جيت واي، من الدي ان اس سيرفر، بالمده اللي هياخدها. يعني الاي بي ده ايه يعني؟ هنعرف قدام ان ساعات الاي بي ده ممكن يتحط ويبقى ثابت. يعني الاي بي اللي هياخده من الدي اتش سي بي ده هيبقى ثابت. تمام، وممكن يتحط لمده معينه ويتشال تاني. تمام، فبيدي له ايه الاي بي بالسبنت ماسك، بالديفولت جيت واي، بالدي ان اس سيرفر، بالمده اللي هيقعدها. والمده دي اوبشنال برضه، يعني ممكن ما يديلوش مده معينه. تمام، فبيوفر ليه الايه الانفورميشن دي كلها. جميل. فاو هنا الاو قصدي بتاعت الدور هنا اختصار لاوفر. تمام، فدي او. تمام، اللي هي ديسكفر واوفر. بعد كده الكلاينت او اليوزر بتاعي اللي هو الجهاز البي سي اللي هياخد الاي بي هيريكوست، اقول له تمام انا هاخد الايه، هاخد الاي بي ده. تمام، هيرد على دي اتش سي بي اللي بعت له الاي بي ده، هيقول انا هاخد الاي بي ده بالمعلومات دي كلها. تمام، بس السيرفر او الدي اتش سي بي يعني هيرد عليه بحاجه اسمها اكنولجمنت. تمام، هيرد عليه يقول له تمام خلاص انا سلمتك دلوقتي الاي بي، وخلاص انت من حقك دلوقتي تقدر تستخدم الاي بي ده. جميل كده. بس فلو شفناها هنا في السلايد، هي نقراها سريعا كده. زي ما قلنا ايه الدي اتش سي بي بيمر باربع مراحل اللي هي بنختصرها في دوره. تمام، اللي هي ديسكفر واوفر ريكويست اكنولج. تمام، ايه الديسكفر؟ انه بيبعت برودكاست مسج زي يعني يعني كنت عايز اخليكم تخمنوها يعني، بس تمام يعني اللي هو كنت يعني ما كنتش هقراها دلوقتي. كنت اللي هو ايه طبيعي زي ما قلنا هو بيديسكفر في الشبكه. تمام، بيديسكفر في اللان نفسها كلها. جميل. فطالما هيشوف كله فبالتالي هيبعتها برودكاست، يعني هو ما يعرفش حد بعينه يبعتها له، هيبعتها برودكاست لكل اللي في الشبكه. جميل، فعشان كده دي ايه المسج دي بتبقى برودكاست. المسجات الثانيه يعني في مصادر بتقول على حاجات منها برودكاست، وفي مصادر بتقول يونيكاست. فانا عشان ايه ما اوجعش دماغكم باختلافات المصادر دي، فايه ما حطيتهاش يعني، هي مش مهمه دلوقتي، يعني مش مهم انك تعرف هي يونيكاست ولا برودكاست اصلا. تمام، المهم بيديسكفر ايه، بيبعت برودكاست مسج للنتورك كلها انه عايز يسال في دي اتش سي بي سيرفر هنا ولا لا. جميل جميل. بعدها الدي اتش سي بي سيرفر بيرد عليه بايه، بيبعت له اوفر مسج. الاوفر مسج دي بيبقى فيها الايه الافيلبل اي بي من البول بتاعه. يعني هو كان عنده بول هنا. تمام، كان عنده الدي اتش سي بي ده بيبقى عنده بول هنا. جميل، فبيرد عليه من اي بي من الاي بيات الموجوده في البول دي. جميل، فايه بيرد عليه بالاي بي ده والسبنت ماسك والديفولت جيت واي. تمام، والدي ان اس والليست تايم. الليست تايم ده اللي هو المده اللي هيأجر فيها مثلا الاي بي. لو احنا هنتكلم انها اكنه بيأجر الاي بي، يعني المده اللي هيقدر يستخدم فيها او المده اللي يقدر يستخدم خلالها الاي بي. تمام تمام. والار هنا اللي هي ريكويست. طبعا الجهاز الكلاينت بتاعي هي اكسبت مثلا الاوفر اللي اتعرض عليه من الدي اتش سي بي. تمام، وقال له تمام انا هاخد الاي بي ده. جميل، بس فالسيرفر او الدي اتش سي بي سيرفر يعني مثلا هيرد عليه بالاكنولج. تمام، اللي هو هيكونفيرم ان هو خلاص ان الاي بي ده دلوقتي تقدر تستخدمه، ومفيش كلاينت تاني يقدر ياخد الاي بي ده. يعني انت خلاص وانس ان انت الدي اتش سي بي ادالك الاي بي خلاص، وبدا
في الليست تايم، بدات في الليست تايم بتاعك، ومفيش اي جهاز تاني يقدر يعمل ريكوست عليه. يعني مفيش اي جهاز تاني، اي كلاينت تاني يقدر يريكوست الايه الاي بي ده. جميل. وهو ما يقدرش يوفر لاي كلاينت تاني الاي بي اللي انت خدته خلاص، اللي هو اكنولج عليك ان انت خدت الايه الاي بي ده. جميل كده. ودي يعني ايه رسمه سريعه. انا بس هي ممكن الكلام هنا بايظ شويه، لان انا كنت عامل الصوره انهانس بالاي اي، فالكلام بص هنا. بس هي دي يعني الكلمه دي لاير 2 برودكاست دومين، يعني هم في نفس اللاير 2 دومين، في نفس النتورك، في نفس اللان يعني. جميل. بس فدي الدي اتش سي بي ديسكفر برودكاست مسج، تمام، بيديسكفر الايه الجهاز. الدي اتش بي سيرفر بيبقى عنده الادرسز، بيبقى عندي التوتال ادرسز بتاعته، تمام. ومثلا بيبقى حاسب ان في مثلا ممكن يبقى في ادرسز اوريدي يوزد، في اجهزه واخده الادرسز دي، فبيبعدهم عن البول بتاعه، مش بيبعدهم حرفيا، اكنهم محجوزين جوه البول بتاعه، يعني هم جوه البول بتاعه بس هم محجوزين بقى لاجهزه ثانيه مستخدماها دلوقتي. جميل. فالمهم الدي اتش سي بي كلاينت، تمام، اللي هو الجهاز اليوزر العادي، بيبعت الديسكفر، السيرفر يرد عليه بالاوفر، تمام. المصدر ده بيقول ان الاوفر يونيكاست. جميل. في مصدر، يعني ده مصدر ده بتاع واوي، تمام، ده بتاع الشهاده اللي هي بتاع كونتنت اتش سي اي اي، تمام. في مصدر سيسكو تقريبا كانت اليونيكاست دي كانت برودكاست. جميل. عشان كده انا مش عايز توجع دماغك بانها برودكاست ولا يونيكاست دلوقتي، تمام، ما تشغلش دماغك بيها يعني دلوقتي. فالمهم السيرفر بيرد عليه بالايه بالاوفر بتاعه بتاع الاي بي، والكلاينت بيبعت للسيرفر تاني انه هيريكوست الاي بي ده، تمام. وبعدها الايه الدي اتش سي بي سيرفر ياكنولج بس. ودي يعني حاجه دمها تقيل يعني، بس حبيت احطها يعني. بس كده، ده الايه دي الدورا بروسيس، تمام، دورة يعني كده يعني. ما علينا. ينفع الديفايس يرفض الاوفر؟ ثانية نبدأ بس من فوق. وأنا بدخل نتورك أي بي والديفولت جيت واي سبنت ماسك، وهو بس ثانية عشان هي، وأنا بدخل ده هو بس بيحدد الأي بي أدرس. يعني أنا بخش على الراوتر أو على الجهاز نفسه، على المالتي لاير سويتش أو الراوتر، تمام. هكتب في السي ال اي كوماندز، هحدد له النتورك او احدد له السبنت ماسك واحدد له الديفولت جيت واي، وهو يكريت البول. وانس انه كريت البول، اي جهاز يقدر يسحب، يعني اي جهاز هيعمل ريكوست انه ياخد اي بي، المالتي لاير سويتش يقدر يديله اي بي عادي. ساعات بتبقى بترتيب معين، ودي تفاصيل قوي بقى في الكوميونيكيشن والكلام ده كله، انا مش عايز اوجع دماغكم بيها في النظر يعني. بس ساعات بيبقى ليها ترتيب معين كده، ان مثلا امتى الجهاز يدي اول اي بي، طب امتى يدي تاني اي بي، طب هيمشي بالترتيب اول تاني تالت، وهيمشي ولا هيمشي عشوائي من النص، ولا يمشي من الاخر. فكره انه يدي الاي بي بترتيبه عامل ازاي دي مش عايز اخليكم تتعمقوا فيها دلوقتي يعني، ملهاش لازمه قوي دلوقتي. ما انا عشان كده ما كنتش عايز ادخلكم حبيبي. ثانيه واحده ثانيه. تمام، انا جاوبت على السؤال ده المفروض يعني. الديفايس ينفع يرفض الاوفر؟ في الغالب ما بيرفضوش. لو الاوفر جاي له اي بي مظبوط بناء على الشبكه بتاعته والكلام ده كله، ففي الغالب ما بيرفضوش. ليه؟ يعني انا اعتقد ان انا قلت انت تقريبا انت اول سيشن او تاني سيشن اونلاين، تمام. كنت قلت تقريبا انا في اول او تاني سيشن مش فاكر بالظبط، ان الجهاز عامه دايما البي سي بيبقى عايز ياخد اي بي. فيعني اللي هو اكنه بيفرق ان هو يبقى عايز اي بي. انا اللي هو اكنه زي واحد مدمن، ده مدمن اي بي، تمام. فهو وانس انه هيجي له اوفر باي بي تبع النتورك اللي هو اوريدي المفروض يبقى تبعها، في الغالب مش هيرفضه. يعني في الغالب مش هيرفض ده، تمام. يعني ده الطبيعي. ممكن سيناريو تاني يحصل، في حاجات بقى ليها علاقه بالدي اتش سي بي سنوبنج تقريبا او سبوفنج، حاجه زي كده، حاجات ليها علاقه ممكن بالسكيورتي شويه يعني. بس يعني في مرحله اسمه ايه ده، في السكوب بتاعنا، انتوا مش ما فيش مره هنعمل دي اتش سي بي ريكوست وهيرفض، الا في حالات ان لو في حاجه في الكونفيجريشن غلط. يعني لو في حاجه في الكونفيجريشن غلط، ساعتها الدي اتش سي بي مش هيتسحب صح. وهنعرف حاجه دلوقتي، يعني في حاجه هوضحها لكم دلوقتي، آه عشان بس نبقى واخدين بالنا. ممكن اوريها لكم دلوقتي، تمام. انا دلوقتي مش عامل دي اتش سي بي، انا مش عامل اي كونفيجريشن، يعني اسمه ايه ده، التوبولوجي دي بيضه، ما عملتش حاجه غير ان انا وصلت الاسلاك. جميل. لو عملت دي اتش سي بي دلوقتي، تمام، ان انا هريكوست اي بي، هو بيعمل ايه؟ ريكوستنج اي بي ادرس. جميل.
هياخد وقت كده وهيديني دي اتش سي بي فيلد ابيبا از بينج يوزد. بعيدا عن الابيبا دي يعني ايه، بس لو خدتوا بالكم هو ما رفضش حاجه، هو لما ما لقاش حد ياخد منه دي اتش سي بي سحب من حاجه اسمها ابيبا اي اي بي. يعني بصوا الاي بي اللي واخده 169 254 155 114 وصدمه ماسك غريب ومفيش ديفولت جيت واي مفيش دي ان اس سيرفر. فهو ما رفضش، هو لما ما لقاش اي اوفر من دي اتش سي بي موجود سحب من حاجه اسمها ابيبا عنده. تمام، الابيبا دي حاجه ليها علاقه بالاوبريتنج سيستم بتاع الجهاز، تمام، بيقدر يسحب منها اي بي يعني. تمام، بس الاي بي ده مش تبع شبكه، يعني ده مش تبع يعني ده ما فيش شبكه هنا بالاي بي ده اصلا، بالنتورك اي دي ده. تمام، بس ده انا كنت عايز اوريكم نقطه ان الجهاز دايما البي سي دايما لازم يبقى معاه اي بي، لازم هيبقى معاه يا اما ستاتيك يا اما ايه دي اتش سي بي. تمام، يعني بص انا لغيت انا اعمل ريكوست من اول وجديد، لما رجعت ستاتيك وبعد كده قلت اعمل دي اتش سي بي تاني سحب ايه اي بي تاني، هو تقريبا نفس الاي بي اللي سحب. جميل، فهو دايما البي سي دايما بيبقى محتاج يبقى معاه اي بي. تمام، بس لو ما لقاش يعني احنا بنقول ان هو وصل لمرحله انه ما لقاش دي اتش سي بي في النتورك كلها، قام ساحب من الابيبه، ساحب من الاو اس بتاعه، سحب من الاوبريتنج سيستم بتاعه اللي هو لازم ياخد اي بي حتى لو الاي بي غلط، حتى لو الاي بي غلط هياخده. حسن قال ده غيت فجاه، حتى لو الاي بي غلط هياخده برضه. لو يعني غلط، هو غلط بالنسبه لنا احنا كادمنستريتورز يعني. تمام، بس هو عايز ياخد اي بي وخلاص، هو مش فارق له بقى تبع نتورك ايه يعني. تمام، يعني هو زي ما قلنا هو جهاز غبي في الاول وفي الاخر. آه، بس فدي نقطه ان الجهاز يرفض الاوفر بتاع الدي اتش سي بي ولا لا. تمام، يعني ايه يونيكاست. تمام، انا ما كنتش عايز ادخلكم في تفاصيل البرودكاست ويونيكاست ومالتي كاست وكده، بس اختصارا زي ما قلنا برودكاست يعني الجهاز هيبعت مسج لكل اللي في النتورك بتاعته. لو هو في فيلان معينه فلو بعت برودكاست مسج فهيبعتها لكل اللي في الفيلان بتاعته. جميل، دي البرودكاست. يونيكاست يعني ايه؟ يعني كوميونيكيشن بين جهاز والتاني وبس. يعني الجهاز ده حدد الجهاز ده بعينه هيبعت له فدي يونيكاست. تمام، الجهاز ده حدد الجهاز ده بعينه فدي يونيكاست. جميل، بس ده الايه، ده اليونيكاست، ده معنى يونيكاست. لا، لان هو الابيبه دي يعني بص هو خد ايه، خد اي بي غريب، فالاي بي ده مش موجود في اي نتورك عندنا دلوقتي. تمام، ومش اصلا مش في رينجز اللي احنا كنا واخدينها ان احنا دي الرينجز اللي احنا البرايفت اي بي رينجز يعني احنا ممكن نحطها. تمام، فهو لا مش قادر يتواصل معاهم ليه؟ لان ده هيبقى واخد اي بي وده هيبقى واخد اي بي مختلف بسبنت مختلفه بحاجه تانيه مختلفه، فمش عارف يتواصلوا مع بعض، هم مش في نفس النتورك. تمام، وحتى لو تواصل يعني حتى لو تواصلوا مع بعض فانا مش عارف امانج الدنيا لان هو واخد من الابيبه. تمام، انا مش عارف اغير السبنت، مش عارف اغير الاي بي بتاعه، مش عارف اجروب مثلا لو عايز اجروب الاجهزه دول مثلا في شبكه واحده ممكن ما اعرفش اعملها. فدي مشاكل كتير، فالابيبه اصلا احنا اصلا ما نيجي نعمل دي اتش سي بي لو احنا عاملين غلط في الدي اتش سي بي واحنا مش واخدين بالنا ولقينا سحب من الابيبه احنا بنبقى قاعدين ايه يعني. الطبيعي ان احنا بنبقى متضايقين مثلا، ممكن يبقى شغل خد مننا وقت طويل نيجي نعمل الريكوست بتاع دي اتش سي بي ان ايه يقول لنا دي اتش سي بي فيلد. تمام، فاصلا الابيبه هو مش صح يبقى واخد من الابيبه اصلا يعني. الموضوع الابيبه ده انت ممكن تسرش عنه بعمق اكتر لان هو اصلا مش في السكوب بتاعنا قوي اصلا، حتى في سكوب يعني حتى لو مش اللي انا هاخده في التريننج حتى بره التريننج يعني ما فيش حد بيتعمق قوي في موضوع الابيبه ده يعني. فانت ممكن تبقى تسرش عنه اكتر يعني لو حابين يعني ايه تغوصوا في التفاصيل يعني. طب ايه لازمه الاي بي طالما مش هيعرف يكلم حد؟ ما هو زي ما قلنا ده يعني زي الشخص المدمن حرفيا، ده جهاز مدمن اي بي، ما لقاش اي بي هياخد اي اي بي موجود. تمام، اي حاجه لازم ياخد اي بي وخلاص، اي بي صح اي بي غلط هو مش عارف. يعني هو كجهاز هو مش عارف الاي بي ده تبع انهي نتورك ولا تبع انهي لان ولا تبع مش عارف، هو مش عارف حاجه، هو عايز ياخد اي بي وخلاص. بس هي دي النقطه يعني. إيه، تمام، حد عنده اي من بينده يعني؟ انا بقول أبيبة مش حبيبة يعني مش سوري. تمام، يعني لو هو ده الإفيه يعني فلا كنا بنقول أبيبة مش حبيبة. بوظت الإفيه. مهم، حد عنده أي سؤال طيب قبل ما نخش؟ احنا خلصنا الدورا بروسيس صح كده؟ خلصنا الدورا بروسيس، هنخش بس في الليس والرينيول وال اللي هو بس موضوع إيجار الأي بي ده يعني، بس مش أكتر. بعد كده كونفيجريشن، بعد كده كلمتين نظري سريعا. حد عنده أي سؤال؟
انتوا كلكم تمام صح؟ طب ايه لايكات اي حاجه يعني عرفوني انتوا عايشين. تمام تمام، اوكي اوكي اوكي. انا عايز اقول لكم إن احنا ممكن يبقى قدامنا ربع ساعه ولا حاجه ونخلص يعني ان شاء الله. السيشن النهارده خفيفه، يعني احنا خلصنا نص السيشن يعتبر. تمام. دي اتش سي بي زي في حد فتح المايك. انا تخصص براكتيكال بس ماليش في النظري. هي بص، هو كده كده انت الشغل بتاعك كله هيبقى يعني لو هتشتغل هتشتغل عملي ده الطبيعي. تمام. النظري هتحتاجه لو يعني النظري فايدته في كذا حاجه. انت ممكن يعني لو انت اتعلمت النظري بعد العملي انت هتحس الموضوع لذيذ. ليه؟ لان انت اوريدي خدت الفكره بتاعت العملي، انت فاهم العملي الدنيا بتمشي ازاي. فلما تاخد النظري حتى لو النظري ممل ورغي فانت حتى على الاقل قادر تعمل له يعني تتخيله في دماغك هيبقى هيبقى شكل العملي بتاعه ازاي. تمام. بس هي دي النقطه. فهي عشان كده انا مش حابب اتعمق قوي في الايه، في اسمه ايه ده، في النظري. تمام. لان النظري انت ممكن تاخده من اي حته، ممكن تاخده من اي مصدر. انما العملي مش دايما هتلاقيه، يعني مش دايما هتلاقي ناس كتير مهتمه بالعملي. ونفس الوقت النظري زي ما قلنا هو مهم في دي، مهم في النقطه ان انت ممكن ينظم تفكيرك اكتر شويه. يعني ايه نظم تفكيرك شويه؟ يعني انت حصل مشكله، قالوا لك ان في مشكله في الشبكه عندنا في الشركه دلوقتي. تمام. انت ممكن من سؤالين ثلاثه تفهم ان المشكله، تفهم منها واحد اتنين ثلاثه من غير ما تعمل اي شغل عملي. بس انت ايه، مجمع الكونسبتس مع بعض. تمام. ربطت الدنيا. تمام. عارف كده اللي هو ايه، توفر سينك في حاجه وتربط الموضوع ببعض حرفيا. تمام. تبقى عملت كده في ايه، في لمح البصر. عرفت المشكله، عرفت تحلها ازاي وبس يعني. تمام. فالموضوع هيبقى يسهل عليك في انك تقدر يعني تستكشف الاخطاء اللي ممكن تبقى موجوده في الشبكه. تمام. ايه المفيد تاني في النظري؟ لو انت عايز تخش سايبر سيكيورتي، لو انت عايز تتعمق في السايبر سيكيورتي. لان السايبر سيكيورتي هو مش مهتم يعني حتى في دومين النتورك شويه، هو مش مهتم بالسويتشنج والراوتنج، هو مهتم بالنظري اكتر. مهتم بازاي البروتوكولات بتتكلم مع بعض، البروتوكولات ازاي بتتفاعل مع بعض. مهتم الكوميونيكيشن بالاجهزه بيكون عامل ازاي كده. تمام. فده ايه يعني الحته النظري زياده هتفيدك لو ايه سايبر سيكيورتي. كنت في تريننج الصيف اللي فات والباشمهندس قال لهم افتكروا بحبيبه. تمام. جميل جميل. اه جميل. احنا هخش على الليس والرينيول وممكن بعدها ناخد بريك نصلي. تمام. كده كده الموضوع انا ما اعتقدش ان انتوا لحقتوا تتعبوا اصلا عشان تاخدوا بريك، بس عشان الصلاه بس يعني. حظكم ان السيشن جاي ميعادها في ميعاد الصلاه يعني. فالمهم هبقى هنخلص السلايد دي، ناخد بريك، هنيجي على الكونفيجريشن وايه، وتبقى لنا كونفيجريشن يعني سريعا مش هناخد وقت ان شاء الله. وبعدها الايه السلايدين الاخرانيين ونبقى خلصنا. فالسيشن النهارده لذيذه وخفيفه باذن الله، ما مش هتتعبوا يعني معايا. المهم موضوع الليز والكلام ده كله زي ما قلنا الدي اتش سي بي ممكن يدي اي بي ثابت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مشكلتي في الاستاتيك اي بي مش انه كان ثابت بس، مشكلتي في حاجات تانية. تمام. الدي اتش سي بي ممكن يدي اي بي ثابت وممكن يدي اي بي متغير. يعني ايه؟ يعني انا ممكن هعمل دايناميك الوكيشن للايه، للاي بي. يعني ايه؟ يعني الجهاز عمل يعني إيه، عمل ريكويست للاي بي من السيرفر، فالسيرفر اداله الايه الاي بي بكل الانفورميشن اللي محتاجها. جميل جميل. فده اللي وفر عليا شغل الادمنستريشن في النتورك. تمام تمام. بس لو انا عايز يعني انا مش عايز الجهاز ياخده بشكل دائم، انا عايزه ياخده لفتره من الزمن قليله. ليه؟ مثلا انا لو فرضنا ان انا عندي السبنت صغيره، يعني بدل من السبنت اللي احنا متعودين عليها ان احنا بنكتب 255 255 255.0، فدي بتدي مثلا 254 جهاز افيلبل تقدر تحط له اي بي. فلا لو فرضنا ان السبنت ماسك بتاعتك مثلا ما بتوفرش غير 8 اجهزه مثلا يعني. تمام. ف... فلو انت عندك اكتر من 8 اجهزه بس، فرضا يعني خلونا ايه، يعني خلونا احاول يعني افيجواليز لكم الموضوع ده. خلينا نقول يعني بلاش نعمل على سكيل واسع قوي، يعني خلينا نقول انا دلوقتي عندي اي بي واحد بس في الشبكه. يعني ايه ده؟ عندي اي بي واحد بس في الشبكه. انا بكتب بالماوس والموضوع ده مستفز. ماشي ما علينا. عندي اي بي واحد بس في الشبكه وعندي جهازين. جميل. عندي موظفين. لو فرضنا ان هي الشركه يا عيني لسه بتبدا، مفيش غير المدير
واخوه مثلا في الشركه مثلا يعني. تمام. وانا ما عنديش غير اي بي واحد بس موجود يعني فرضا ان هو ما فيش غير اي بي واحد. تمام. فانا عندي الموظف ده بيجي من الشيفت بتاعه مثلا شيفت صباحي من 9 الصبح مثلا لايه ل 5 بالليل مثلا يعني، او من 12 ل 12 يعني. خلينا نقول ان هم 24 ساعه شغالين، فده من 12 ل 12. تمام. من 12 ل 12. وده من 12 ل 12 برضه، بس 12 يعني ده 12 الصبح وده 12 بالليل. تمام. بيشفتوا، ده بيمشي ده يسلم لده، ده بيمشي يسلم لده. جميل. جميل. لو انا ما عنديش غير اي بي واحد، تمام، وانا فرضا انا عامله سواء بقى دي اتش سي بي مش دي اتش سي بي، انا عامله دي اتش سي بي. تمام. انا هعمله دي اتش سي بي مع حد يعني من غير سبب، انا عايز اعمله دي اتش سي بي. تمام. فلو الجهاز ده هو اول واحد هيريكوست من الدي اتش سي بي، فهيريكوست الاي بي ده، فالاي بي ده بقى تبع ايه؟ بقى تبع الجهاز ده. لو انا مش حاطط ليست تايم، لو انا مش حاطط ليست تايم على الاي بي ده، فالجهاز ده من 12 ل 12 بيستخدم الاي بي ده. تمام. الشيفت بتاعه خلص، جت الشيفت الثاني، الجهاز ده مش عارف ياخد اي بي. ليه؟ لان مفيش ليست تايم على الاي بي ده. فالاي بي ده حتى لو الجهاز ده اتطفى وما بقاش موجود، الاي بي بتاعه لسه يعني الاي بي بتاعه لسه محجوز، يعني الاي بي بتاعه لسه موجود فيه. فالجهاز ده مش عارف ياخد اي بي. تمام. فهي دي المشكله اللي حليناها بالليست تايم، ان احنا نخلي مثلا الليست تايم بتاع الاي بي ده 12 ساعه. تمام. 12 ساعه. فلو الاي بي ده اتعمل له ريكوست من الجهاز ده، هيقعد معاه 12 ساعه بس في الديوريشن اللي هو فيها او في الشيفت اللي هو فيه. تمام. ومجرد ان الوقت او الشيفت بتاعه خلص والليست تايم خلص، خلاص الاي بي ده يرجع تاني للبول بتاع الدي اتش سي بي. تمام. تمام. الجهاز ده دخل تاني جديد عايز يسحب اي بي، هيقدر يسحب تاني الاي بي تاني. تمام. فاقدر استخدم الاي بي الواحد ده للجهازين دول. تمام. فده يعني انا بقول لكم ابسط سيناريو للفايده بتاعت الليست تايم. تمام. بس ده ايه؟ ده الليست تايم. ايه بقى النقطه بتاعت الليست تايم؟ وانه يجدد، يعني هو خلاص مثلا اجر الاي بي ل 8 ساعات، لو فرضنا انه عايز يستخدمه لمده اطول مثلا، فرضا ان الموظف ده هيقعد اوفر تايم. تمام. يعني الموظفين اللي احنا كنا بنتكلم عنهم دول، واحد منهم هيقعد اوفر تايم، هيقعد لحد 4 مثلا. جميل. يقعد 4 ساعات زياده. تمام. فطبيعي ان الجهاز لازم يبقى محتفظ بالاي بي ده. بس الليست تايم هنا 12 ساعه، يعني الليست تايم هنا كام؟ 12 ساعه. تمام. وانا عايز ازود 4 كمان. فبيحصل ايه؟ بعد نص المده، يعني مثلا الساعه الشيفت بتاعه ده 12 الظهر، على الساعه 6 العصر بقى بالنسبه للتوقيت دلوقتي، الساعه 6 مثلا، هيبعت للسيرفر تاني، هيبعت للايه؟ الدي اتش سي بي سيرفر اهو، وده دي الاوكرا مثلا ايا كان، ده باب، اسمع لي اعتبر ده السيرفر يعني. جميل. الساعه 6 جت، الجهاز باي ديفولت هيريكوست من من الدي اتش سي بي انه يزود الليست تايم. جميل. جميل. ممكن السيرفر يرد عليه وقتها فيزود له الليست تايم مثلا 4 ساعات كمان، فيقدر يقعد لحد 4. جميل. جميل. طب عدى اكتر من نص الوقت، عدى مثلا 85% من الوقت تقريبا يعني، او كام كام ثانيه؟ 87 ونص. لو انا مش عارف هنحسبها كام بالساعات، بس مثلا قبل ما الشيفت يخلص بساعه ونص، ساعتين مثلا ولا حاجه. جميل. قام بعت تاني. لا يعني هيبعت تاني ليه؟ لان لو فرضنا ان الساعه جت 6 فعلا، والجهاز عمل ريكوست للدي اتش سي بي، والدي اتش سي بي ما عملش اوفر تاني او ما زودش يعني، يعني مش عمل اوفر بقى عشان ما لخبطكوش في المعلومات، لا، هو بالفعل الاي بي معاه، الساعه 6 جت، طلب من السيرفر انه يزود الليست تايم. السيرفر ممكن يأجري او ممكن يريجكت. تمام. يعني ممكن يرفض او ممكن يقبل انه يزود المده. تمام. تمام. لو رفض، فرضنا انا بعد نص المده اللي هي الساعه 6 دي جت ورفض، فعادي الجهاز بيقدر يستخدم الاي بي تاني، هيفضل مستخدمه، مش تاني، هيفضل مستخدمه لان لسه المده بتاعت الليست تايم، اخر الليست ديدلاين بتاعه ما جاش يعتبر يعني. تمام. تمام. فالساعه 6 تيجي، سوري بقى 87.5% من الوقت ده يعدي، اللي هو قول مثلا الساعه تبقى 10 ونص مثلا. جميل. الساعه تبقى 10 ونص. على الساعه 10 ونص هيبعت تاني للسيرفر يقول له انا عايز اجدد الليست بتاعتي، انا عايز ازود المده بتاعت الاي بي بتاعتي. تمام. لو السيرفر رد عليه، تمام، كان به هيزود له الليست تايم. طب لو ما ردش، هيخلص المده بتاعته والاي بي هيرجع تاني للسيرفر. ولو الجهاز ده عايز ياخد الاي بي تاني، هيضطر يعمل يعمل الدورا بروسيس من اول وجديد. تمام. ففكره ان انا اجدد الاي بي، اجدد الايجار بتاع الاي بي بتاعي، ازود المده بتاعت الاي بي بتاعي، انا ما بعديش على الدورا بروسيس. تمام. لا، انا مباشره ببعت للسيرفر، ان انا عايز ازود المده. تمام. السيرفر يرفض او يوافق.
تمام، لحد ما المده تخلص. لو المده خلصت انا كده مضطر ان انا ارجع اعمل ايه الدورا بروسيس تاني. جميل كده. فهي دي الايه النقطه بتاعت الليس والرينيول. جميل. بس كده هي دي الايه اهي يعني دي شكلها في الصوره برضو هنا اهو، ان الدي اتش سي بي بيعمل ريكوست تاني، فده بيكنولج تاني، يعني ده بيعمل ريكوست تاني للاي بي انه يزود المده، بس المره دي ريكوست انه يزود المده. تمام، مش انه يريكوست الاي بي نفسه، لا يزود المده بتاعته. فلو الدي اتش سي بي وافق، لو السيرفر وافق، بيعمل اكنولجمنت انه تمام هنزود لك المده. بس كده بعدها نخش على الكونفيجريشن بقى. حد عنده اي مشكله؟ طب ثانيه واحده، ثانيه عشان حاسس السؤال مش مترتب قوي. هو انا ليه استخدم حاجه زي الدي اتش سي بي ليز؟ طب ماشي، هو انا ماشي، حاسس ان اتلخبطت سيكا. هي دي انواع من الدي اتش سي بي ولا لا؟ الدي اتش سي بي ده بروتوكول، ده بروتوكول. تمام، هو الدي اتش سي بي اختصاره ايه؟ دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. ده بروتوكول ملوش منه انواع، هو بروتوكول واحد. جميل. بس في اوبشنز، في فيتشرز. تمام، في ايه، في فيتشرز في الايه، في الدي اتش سي بي ده. ليه انا بلجا للدي اتش سي بي ليز؟ ده مش نوع، يعني دي اتش سي بي ليز ده مش نوع، والرينيوال ده مش نوع. ليز ده ان انا باجر المده بتاعت الاي بي. تمام، ودي ان انا بجدد المده بتاعت ايجار الاي بي. تمام. فالدي اتش سي بي عنده الفيتشرز دي، او يعني في فيتشرز، الفيتشر بتاعت الليز تايم. جميل. ليه انا هحتاج الليز؟ ليه انا هحتاج الليز تايم؟ زي ما قلت، انا لو دلوقتي لو فعلا مثلا زي ما قلنا فعلا على المثال ده، لو انا عندي اي بي واحد بس. تمام، مش شرط يبقى اي بي واحد بس فرضنا ان البول كله ما بقاش فيه غير اي بي واحد بس متاح. تمام، وانا عندي موظفين اتنين بيشفت، يعني في شيفت ما بينهم على الايه، على الاجهزه او على الاي بي ده. تمام، فلما الموظف ده يخلص، تمام، لازم الاي بي بتاعه اللي هو خده يرجع تاني للسيرفر، علشان الموظف الجديد التاني لما يرجع، لما يجي يمسك الشيفت بتاعه يقدر ياخد اي بي. تمام. تمام. لو انا مش عامل ليست تايم، ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ الاي بي هيبقى جوه الجهاز هنا، حتى لو الايه، لو الشيفت بتاعه خلص. يعني لو الشيفت بتاعه خلص والموظف الجديد او الموظف بتاع الشيفت بتاعه بدأ دخل، مش هيلاقي اي بي يسحبه. ليه؟ لان الاي بي اللي المفروض يسحبه مع البي ده. ليه؟ لان انا مش عامل ليست تايم. تمام، فالليست تايم هو بيديني مده الليست مثلا 12 ساعه. تمام، 12 ايه، 12 ساعه. جميل. ف مثلا على حسب الشيفت هنا 12 ساعه خلصت خلاص، ده معناه ان الشيفت بتاع ده خلص والشيفت بتاع ده بدا. لما الشيفت بتاع ده يبدا يجي يعمل ريكوست او يجي يعمل ديسكفر للدي اتش سي بي انه عايز يطلب الاي بي، هيلاقي اي بي ياخده. تمام، فدي ايه، دي الميزه بتاعت الدي اتش سي بي ليز. فتمام كده ولا لسه متلخبطه فيها؟ خلاص، اوكي. المهم احنا زي ما قلت انا هطبق هنا اغلب الشغل على المالتي لاير سويتش والراوتر، والحاجات دي انا هعمل لها اكسبورت. الحاجات اللي بتعمل هنا وهنا هو حاجتين بس: الفيلان كونفيجريشن، مثلا انا هطبق الفيلانات. تمام، والترانك اللي هنا اللي هو يعني مثلا هنا كده ثانيه واحده، السلك هنا مثلا او السلك هنا هطبق الترانك من ناحيه ايه، من ناحيه السويتش ده ومن ناحيه السويتش ده. الترانك اوريدي هيبقى متطبق في الفايل اللي انا عامل له اكسبورت. تمام، انما هنطبقه لسه من ايه، من ناحيه المالتي لاير سويتش. جميل. والمالتي لاير سويتش برضه لسه هشتغل عليه ايه، شغل الانترفيرن راوتنج وال الدي اتش سي بي. جميل. فانا اول حاجه لو هنبدا بالاركتكتشر بتاعتنا من فوق كده مثلا، فانا عندي مثلا كذا توبيك هيتطبق. احنا خدنا حتى الان ايه، خدنا مثلا لو نفتح تكست فايل هنا، خدنا الايه، الفيلانز. جميل. وخدنا الانتر فيلان راوتنج. جميل. وخدنا الدي اتش سي بي دلوقتي، تمام، اللي احنا هنطبقه دلوقتي. جميل. فانا الطبيعي ان انا بعمل ايه، اول حاجه الفيلانز انا خدت الترانك والاكسس بورت والكلام ده كله. فانا هبقى اول حاجه اعملها ايه، شغل الترانكات. تمام، وده اساسي ايا كان التوبكس اللي هناخده بعد كده. اول جهاز يعني ايا كان الجهاز اللي هتبدا بيه، سواء بدات من فوق خالص او من تحت خالص. تمام، اي جهاز تبدا بيه هتبدا بالترانكات. لو الراوتر، طبعا الراوتر ملوش ترانكات يعني. تمام، انما لو فرضنا ان انت، لو مقسمين النتورك بتاعتنا مثلا للايرز كده، اللي هو ايه، مثلا ادي راوتر، بعد كده هيبقى فيه سويتش مثلا للكور، بعد كده اللاير سويتش الاكسس سوري الكور، بعد كده ديستريبيوت، بعد كده مثلا اكسس سويتش اللي بيبقى تحتيه ايه، بيبقى تحتيه مثلا بي سيز كده. جميل.
فاحنا بنبقى ماشي، لو انت ماشي مثلا من فوق لتحت او من تحت لفوق ايا كان، يعني انت مثلا هتشتغل على الثلاث سويتشات دول في الاساسي ايه كترانك، تمام. فانت اي سويتش من دول هتمسكه هتبدا شغل الترانك الاول. ده بعد كده في الاركتكتشرز، يعني بقى اي انفراستراكشر هنشتغل فيها بعد كده هنبدا ايه، هنبدا بشغل الترانكات. لو هنبدا بالسويتش، اي سويتش هتبدا بيه، سواء تبدا من السويتش اللي فوق او من السويتش تحت، هتبدا بايه، بشغل الترانكات. جميل. فانا اول حاجه عندي هعمل الترانكس، تمام. بعد كده هعمل الفيلان ديكليريشن، تمام. هي ديكليريشن بتكتب ازاي؟ ديكليريشن تقريبا كده، ديكليريشن اعتقد، يعني انا مش فاكر بصراحه. ديكليريشن، تمام. المهم، وبعد كده الايه، بعد الفيلان هعمل الانتر فيلان راوتنج، تمام. ده الترتيب بتاعنا. طبعا هنشتغل مثلا على السويتش اللي هنا ده، هعمل الانتر فيلان ايه راوتنج. جميل. بعد كده اطبق في الاخر خالص الايه، الدي اتش سي بي. فالدي اتش سي بي هي اخر حاجه دايما هبقى بطبقها. جميل كده. فانا اول حاجه هشتغل شغل الايه الترانكات، هخش على الايه شغل اللي احنا عارفينه حتى الان يعني. جميل. انا هخش على مالتي لاير سويتش عادي، تمام. ثانيه، هدي نو، بعد كده enable conf. انتوا معايا صح؟ مش قبل ما اخش بقى في الشغل، انتوا معايا صح؟ ما ولا حد عنده مشكله في الكلام اللي فات ده؟ اوكي اوكي اوكي، ماشي. انا عامل لكم، انا فاتح ان انتوا ممكن تعملوا انميوت عامه يعني، تمام، لو حد عنده اي مشكله. المهم دخلنا على وضع الكونفيجريشن الاول. جميل جميل. هعمل ايه؟ هعمل الترنكات. طبعا احنا متعودين، ممكن يبقى اغلبكم حفظ الكونفيج بتاعها. هصغر بس المنيو بتاع دي شويه. جميل. هعمل ايه؟ هحدد الانترفيس، تمام. انا عندي هنا انترفيس ايه، هنا هبص اعمل أو اقف على السلك هنا، هيديني دي انترفيس اف اي 0 على 1، وهنا هتبقى اف اي 0 على 2. جميل. هخش هنا انترفيس رينج، تمام، اف 0 من 1 ل 2. هعمل ايه؟ سويتش بورت trunk encapsulation دوت 1 كيو. ده هو ايه اول كوماند بتاعنا، سويتش بورت trunk encapsulation دوت 1 كيو، زي اللي احنا كنا واخدينه في الايه، في السيشن الفيلات، تمام، او خدناه في السيشن اللي فاتت تقريبا، مش الفيلات. تمام. ادي انتر. بعد كده سويتش بورت مود، ثانيه، سويتش بورت مود trunk، تمام. بعد كده سويتش بورت trunk allowed VLAN all. كده انا عملت ايه ترانكات، تمام. بعد كده هعمل الفيلان ديكليريشن. انا هعمل الايه الفيلانز بتاعتي. ففيلان مثلا 10 نيم اي تي. جميل. واكس. بعد كده ثانيه واحده، انا عايز اتاكد من حاجه عشان اتاكد ان اسامي الفيلان انا كنت عاملها برضو مظبوط. هنا تكست فايل، هنا فيلان 10، اوكي. فيلان 10 وفيلان ايه 20، تمام، عشان انا بس متاكد من من اللي انا عامله. ففيلان 10 مثلا نيم اي تي. بعد كده فيلان 20 نيم اي اس مثلا. جميل. اكزيت سوري، تمام. فانا عملت الايه كده، خلصت اول ايه، اول خطوتين، الترانكس والفيلان ديكلاريشن، تمام. بعد كده اخش على الايه، على الانتر فيلان راوتنج، تمام. هعمل ايه لو انا مش فاكر؟ هرجع للايه شغل الانتر فيلان راوتنج اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. هخش هنا على الاس في اي. انا شغال مالتي لاير سويتش دلوقتي، فانا اخش على الاس في اي، تمام. عملت الترانكات، وانا مفيش راوتر دلوقتي اعمل له كونفيجريشن معاه، فانا هيخش على الاس في اي على طول. هعمل ايه؟ هعمل انترفيس فيلان 10 زي ما احنا ايه متعودين. فانترفيس فيلان، تمام، فيلان 10. كده انا عملت ايه الاول اس في اي، اول فيرتشوال انترفيس. هعمل ايه؟ هحدد لها، احط لها الاي بي، تمام. احدد لها الاي بي 192.168.10.1، تمام. 255 255 255.0. ده الشغل اللي احنا متعودين عليه، تمام. وانا اعتبر كده انا هنا كده كني يعتبر بقى ايه، بقول لكم التاسك بتاع الانترفيرنت راوتنج يعني، بس هبقى احله معاكم بعدين يعني ان شاء الله. المهم اديت له اي بي. ثانيه، سوري انا كتبت، المفروض اكتب هنا قبليه ايه، اي بي ادرس، تمام. المفروض اكتب هنا اي بي ادرس. ثانيه عشان لازم اعمل بالماوس بالبتاع ده كده اهو. اي بي ادرس، هو اد هنا اختصار ادرس يعني، هو فيه منها ادرس، تمام. فانا اي بي ادرس، واكتب الادرس الاي بي ادرس بتاعه والايه سبنت ماسك، تمام، زي ما خدنا المره اللي فاتت عادي. تمام. هعمل نو شات داون، وبعد كده اكزit وايه واي بي راوتنج، تمام. نو شات داون اللي هي اس اتش هنا اختصار شات داون يعني، تمام. انا ممكن اكتب كده ايه، ممكن اكتب نو
شت داون، اعمل تاب تبقى شت داون. تمام، فهو فاهم ان اس اتش هنا ايه شت داون. تمام، فانا اعمل نو شت داون، بعد كده اكزit اي بي راوتنج. كده انا عملت اول فيرتشوال انترفيس عندي. تمام، هرجع تاني اخش على الانترفيس بتاعت فلان 20. تمام، بعد كده هكتب لها الاي بي ادرس بتاعها اللي هو بالظبط، بس هيبقى 20. جميل، بعد كده نو شت داون، بعد كده اكزit، بعد كده اي بي راوتنج، نفس الكوماندز بتاعت الانتربرينور راوتنج العاديه اللي احنا عارفينها. بعد كده انا كده خلصت كده انا خلصت الانتر بلان راوتنج. جميل كده، جميل. ممكن اعمل دي اتش سي بي الاول هنا، يعني انا ممكن يعني انا لسه يعني كده انا حتى الان انا مش عامل اكسبورت يعني مش عامل اكسبورت للكونفيج هنا، قصدي مش عامل ميرج للكونفيج هنا. تمام، يعني الكونفيجريشن هنا مش عامل اي كونفيجريشن، السويتشات دي لسه ما اتلمستش. تمام، تمام. فانا هعمل دي اتش سي بي الاول بقى، نخش على الشغل بتاع الدي اتش سي بي بتاعنا. حد فاهمني؟ ماشي. طب نركز بقى، نركز علشان اللي جاي بقى المهم بتاعنا. تخش على على الكونفيجريشن هنا. تمام، اول حاجه ثانيه انا هو ماشي، اول حاجه هعمل اي بي دي اتش سي بي بول، انا هكريت البول الاول. تمام، فانا هكريت البول اي بي دي اتش سي بي بول. اسمع، وبعد بول دي هكتب اي اسم، بس انا عشان ابقى عارفه وحافظه. تمام، ابقى عارف انا محدد ليه وما اتلخبطش، هكتب فيلان 10، دي اسم البول بتاعتي. تمام، تمام. لما اكتب فلان 10 كده انا عملت بول اسمها فلان 10. يعني تعالوا نخليها واحده واحده على الوايت بورد مع بعض. اول حاجه انا كده كريت البول. جميل، وسميتها سميتها فلان 10. سوري على الخط يعني، بس سميتها فلان 10. جميل كده، جميل. ده انا كريت البول دلوقتي. طب البول دي المفروض ناقصها ناقصها الانفورميشن اللي احنا قلنا عليها، في اول السيشن، نتورك اي دي والسب ماسك والديفولت راوتر. جميل، جميل. فانا ناقصني هعدي زي ما هنا بالظبط في الكوماند هنا، ادي النتورك وادي الديفولت راوتر. تمام، والنتورك بكتب معاه السبنت ماسك على طول. تمام، لان هي الاثنين مكملين لبعض، بكتب النتورك اي دي. تمام، والسبنت والسبنت ماسك. تمام، فهكتب النتورك، فاكتب نتورك ده اسم الكوماند، وبعد كده اكتب النتورك نفسها بالفعل دوت 10 دوت 0. تمام، الزيرو ده ده الاي دي، النتورك اي دي، يعني ده مش اي بي بيتحط لاي جهاز. جميل، جميل. 255 255 255 و 0 كده. كتبت النتورك وسابت ماسك. كده فاضل لي الديفولت راوتر او الديفولت جيت واي، هكتب دي تاب في منها ديفولت راوتر. الديفولت راوتر بتاعها هيبقى هيبقى يعني انا هنا لما كنت بعمل انترفيرنال راوتنج كنت بخش على الجهاز واكتب سوري، هنا انا لسه عاملين دي اتش سي. كنت بخش على الجهاز واكتب هنا ديفولت جيت واي، واكتب الجيت واي بتاعته. لو هو على المالتي لاير سويتش فبكتب الاي بي بتاع الاس في اي، ولو هو على لو هو على راوتر كنت بكتب الاي بي بتاع السب انترفيس. صح كده؟ ده المفروض اللي كنا بنعمله في الانترفيرنال راوتنج. فانا طبيعي الديفولت راوتر هنا هو الديفولت جيت واي اللي انا اوريدي بكتبه على البي سي. فانا الديفولت راوتر بتاعي هنا هيبقى الاي بي اللي انا عملته للاس في اي فوق. تمام، عشان كده انا عملت الانترفيرنال راوتنج قبل دي اتش سي بي. ليه؟ علشان ابقى حددت الاي بي هات بتاعه الاس في اي، بتاعه الاس في ايز بتاعتي. تمام، تمام. فانا عندي مثلا الاي بي بتاع الاس في اي هنا كان 10.1. جميل، فالديفولت راوتر بتاعي هنا كان 192.168.10.1. بس كده. وانا عشان لزقت الكوماند في بعض. تمام كده اهو، ديفولت راوتر الاي بي بتاعي. بس كده، دي كل يعني دي المعلومات الاساسيه اللي احنا محتاجينها حتى الان عشان نكريت البول. حد عنده مشكله في دول قبل ما نخش على الحاجات الفرعيه الزياده؟ ممكن اطبقها ممكن ما اطبقهاش اصلا، بس يعني ممكن اطبقها قدامكم عشان تبقوا برضو على درايه بيها. محدش عنده اي مشكله؟ الناس طب صاحيه معايا فايقه؟ اوكي، اللي عنده مشكله يعني يفتح المايك يقول حاجه. طيب، تمام. المهم فاضل لي دلوقتي الكوماند الاوبشنال. في حد هيتكلم؟ حاسس ان في حد فتح مايك وقفله. انت بتقول لي عندي مشكله، اقول اي حاجه، بقول لك حاجه. فعلا، ماشي. انت عندك مشكله طيب ولا بتقول حاجه وخلاص؟ لا انا لسه راجع اصلا من البريك. يا حبيبي، يا حبيبي، على يعني ماشي.
ماشي رايح خير خير. راجع لسه إيه؟ ماشي ركز، طيب ركز انت المفروض يعني يعني دي الكومنتس اللي احنا ايه شرحناها. تمام. طب انت حضرت الكومنتس دول؟ لا، انا بقول لك لسه راجع من السيف، لسه راجع ما كملتش حاجه. طب بص، احنا اول حاجه دخلنا ماشي سريعا كده هراجع على الخطوات اللي احنا عملناها. احنا شفنا الاول بنعمل ايه على المالتي لاير سويتش بتاعي. تمام. فاول حاجه انا هظبط الترنكات، بعد كده هعرف الفيلانات بتاعتي، بعد كده هعمل انترفيلان راوتنج، وفي الاخر خالص هعمل الدي اتش سي بي. انا بالفعل عملت الترنكات وعملت الفيلان وعملت انترفيلان راوتنج زي ما احنا متعودين قبل كده، حاجه مش جديده علينا. نخش على الدي اتش سي بي. تمام. الدي اتش سي بي عندي دول الثلاث كوماندز اللي انا عملتهم. اول حاجه الاي بي دي اتش سي بي بول فيلان 10، ده اسم البول. انا الكوماند ده بيعمل لي ايه؟ بيكريت البول بتاعتي، اللي هي البول بتاعتي عملت لها كرييشن واديت لها اسم اللي هي فلان 10. تمام تمام. بعد كده انا قلنا في انفورميشن اساسيه هنديها للبول دي عشان يقدر يحدد الرينج بتاعها. تمام. احنا قلنا بيحدد الرينج ده بناء على ايه؟ بناء على الانفورميشن الثلاثه اللي انا هديها له دول. تمام. فانا هحط له الانفورميشن دي اللي هي اول واحده هتبقى ايه؟ النتورك. تمام. اللي هي النتورك اي دي. تمام. نتورك اي دي. بعد كده السبنت ماسك. تمام. كتبتهم هنا زي ما كتبتهم هنا اهو. عملت الاي بي دي اتش سي بي بول كذا، واديت له النتورك بالنتورك اي دي بالسبنت ماسك. بعد كده حددت له الديفولت راوتر. ليه ديفولت راوتر؟ ما انا لما كنت اوريدي بشتغل هنا انترفيرن راوتنج كنت بخش على البي سي واخش على الديفولت جيت واي واكتب ديفولت راوتر واكتب الاي بي بتاع الديفولت جيت واي اللي هي كانت ايه؟ لو على المالتي لاير سويتش كانت الاس في اي، لو على الراوتر كانت السب انترفيس، كنت بدي الاي بي بتاعها. تمام تمام. انا هنا مش انا عملت الانترفيرن راوتنج الاول، فطبيعي انا اديت للانترفيس بتاعتي اي بي. فانا الديفولت راوتر دلوقتي اللي هكتبه في الكونفيجريشن بتاع دي اتش سي بي هيكون الاي بي بتاع الاس في اي. تمام كده. حد تاه مني لحد دلوقتي ولا انتوا تمام؟ تمام يا يوسف. معلش بس ممكن آخر حتة تاني عشان فصلت تهت شوية. طب ماشي ماشي. دلوقتي صوت قطع من دلوقتي عندك يا باشمهندس، في اخر قطعه كده. طب ماشي مش كده كده هعيدها. جميل جميل. تمام. دلوقتي احنا خدنا عملنا ترنكات، عملنا الفيلانات، وهنعمل انترفيرن راوتنج. عملنا الانترفيرن راوتنج زي ما احنا متعودين. طب انا في الانترفيرن راوتنج كنت بعمل ايه؟ بعد ما بخلص كنت بحدد الانترفيسز اللي عندي وادي لها اي بي. لو انا هنا كانت فيرتشوال انترفيس، يعني على المالتي لاير سويتش كانت اسمها فيرتشوال انترفيس اللي هي الاس في اي، كنت بعمل فيرتشوال انترفيس وادي لها اي بي. الاي بي اللي بديه لها هنا كنت بخش على البي سي واكتبه في الديفولت جيت واي. صح كده؟ يعني الاس في اي اللي هنا، تمام، كنت بكتب الاي بي بتاعها هنا. صح كده ولا لا؟ لما كنا بندي ستاتيك اي بي، صح ولا لا معايا؟ أيوه تمام معاك. جميل جميل. فدلوقتي انا قلنا ان احنا مش هنكتب ستاتيك اي بي، احنا هنعمله بدي اتش سي بي. فالدي اتش سي بي هو اللي بيدي الاي بي وبيدي السبنت ماسك وبيدي الديفولت جيت واي. فانا اوريدي كتبت دلوقتي النتورك يعني فين الكونفيجريشن؟ دلوقتي انا كتبت النتورك بعد ما عملت البول. كتبت النتورك عشان يحدد لي رينج الاي بيهات، وكتبت الديفولت جيت واي اللي هي الديفولت راوتر. الديفولت راوتر هو الديفولت جيت واي. كتبت الديفولت جيت واي. الاي بي اللي هدي لي الديفولت راوتر هيبقى ايه؟ الاي بي بتاع الاس بي اي اللي هنا. بدل ما انا احطه بايدي مانوال، لا انا هخلي الدي اتش سي بي هنا بالكونفجريشن يحط. بس كده. تمام ولا مش تمام؟ تمام. تمام. تمام يا يوسف. اه تمام يا هندسه. خلاص اوكي. وانا يعني برضو نفس الكلام على الراوتر. يعني لو الراوتر هعمل عليه سب انترفيس، فانا في اي بي هديها للسب انترفيس زي ما خدنا المره اللي فاتت. بدل ما بكتب الاي بي بتاع السب انترفيس هنا، يعني لو فرضنا، لا خليها بقى على البي سي ده اهو، لو بدل ما اكتب الاي بي بتاع السب انترفيس هنا، لا انا وانا بعمل الكونفيجريشن بتاع الدي اتش سي بي بتاع بروتوكول الدي اتش سي بي هنا، انا اوريدي هكتب برضو الديفولت راوتر بتاع الفيلان هنا اللي هو الايه؟ السب انترفيس. فيتعمل له يعني يتعمل الوكيشن ليه بشكل دايناميك. تمام. فنفس الكلام على السب انترفيس هو اللي بيحصل على ايه؟ على الاس بي اي على مستوى الدي اتش سي بي يعني. جميل. فالمهم دي المعلومات الايه؟ الاساسيه. بالمعلومات الاساسيه دي، المعلومات الاساسيه دي انا اقدر كده خلاص الدي اتش سي بي عندي قام. يعني ايه قام؟ يعني انا خلاص عملت البول. فين الرسمه بتاعتي؟ اه. تمام. يعني انا دلوقتي عملت البول اهو،
جميل، واديت له نتورك اي دي، واديت له السبت ماسك، واديت له الديفولت راوتر، فقدر يحدد رينج من الاي بيهات هنا في البول بتاعته، فيقدر يدي اي بيهات. تمام. ايه المعلومات الزياده اللي ممكن اديها؟ الدي ان اس سيرفر زي ما قلنا، فاكتب دي ان اس واعمل تاني دي ان اس سيرفر، هنحطه 888 بتاع جوجل مثلا. جميل، فكده ايه؟ عمل حط دي ان اس سيرفر معايا. جميل كده، جميل. وممكن احط له الليست تايم. الليست تايم هنا بيتعمل بالايه؟ بالايام. تمام، يعني انا احط ليست تايم 2، ده لو عملت ليس 2 فده معناه انه ان الاي بي ده هيقعد يومين في البي سي ده. جميل كده، جميل. انا ممكن اعمل ليس. هو ما اعرفش الليس تايم انا ما اعرفش ليس تايم مسموح على السيسكو باكيت تريسر ولا لا، فهنجرب. هو ادى انفاليد انبوت، فده ممكن يبقى هو يا اما مش متاح على سيسكو باكيت تريسر، يا اما في حاجه. ممكن نشوف كده، نتست سريع. فين ال لا كانش هنا. مثلا دي ايه؟ دي الكوماندز بتاعت سيسكو نفسها. فلو جينا هنا عملنا لا استنى، سيرش دي اتش سي بي. تمام. دي اتش سي بي ليز دي اتش سي بي سيرفر. هو المفروض انها بتتعمل عادي. تمام، يعني المفروض انها مكتوبه في الدوكيومنتيشن بتاع سيسكو عامه. تمام، على نفس الوضع بتاع الكونفيج بنكتب ليز 2. هو انا ممكن كتبتها غلط طيب؟ يعني لا كتبتها صح. يبقى هو ممكن يبقى سيسكو باكيت تريسر نفسه، يا اما هو مش بيستجيب لها، يا اما الفيرجن ممكن يبقى بتاع السويتش مش بيستجيب لها. المهم يعني هو عامه الكوماند مش غلط، بس في ممكن يبقى حاجه من حاله من حالتين يبقى هي السبب في ده. يا اما سيسكو باكيت تريسر نفسه هو ما بيدعمش ان انا اكتب ليست تايم. تمام. يا اما الفيرجن بتاع السويتش نفسه مش بيبروفايد ليا الايه الفيتشر دي. جميل. هي فكره ان مش بتفرق سويتش او راوتر صح؟ لو مالتي لاير سويتش، يعني هنا بتكلم عن مالتي لاير سويتش. تمام. السويتش المالتي لاير سويتش او الراوتر زي ما قلنا المره اللي فاتت، هما الاثنين بيعملوا نفس كل حاجه. الفكره ان الراوتر بس ليه تو فيتشرز زياده اللي هما النات والاكسس ليست. دي حاجه بعدين. تمام. علشان انما في الكوماند اللي انت كنت فاتحه من شوية هو كان عاملها بالراوتر، فانا كنت فاكرة ان هي بتفرق يعني راوتر ممكن هنجرب على الراوتر. تمام. ممكن يبقى مش مسموح على السويتش فعلا. لان انا تمام. عمري يعني انا اصلا كده بكتب كونفيجريشن، ما بكتبش ليست تايم، لان انا عارف انها مش مهمه دلوقتي. يعني كده الكوماند انا عارفه، بس انا مش مهم ان انا اكتبه دلوقتي يعني. بس المهم ان احنا عارفين الكوماند، ان الكوماند يبقى ليست تايم. هنجربه على الراوتر تاني عامه، يعني لما اجي اعمل كونفيجريشن على الراوتر. فالمهم خلصنا هنعمل ليست تايم. تمام. لو فرضنا ان هو اشتغل دلوقتي بقى، اشتغل ما اشتغلش مش قصتنا. هنعمل اكزit وهنعمل حاجه اسمها اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس. تمام. يعني ايه اي بي دي اتش بي اكسكلودد ادرس؟ ده انا عايز اشيل اي بيهات من البول دي. يعني انا البول دي فيها كل الاي بيهات اللي في رينج النتورك مثلا، اللي هو من اول واحد لحد 254. تمام، على حسب الايه السبنت اللي انا حطيتها. تمام. تمام. لا انا عايز اشيل مثلا اي بي واحد ده. طب ليه انا هبقى عايز اعمله اكسكلود؟ تمام. حد عنده اجابه ليه ممكن ابقى عايز اعمله اكسكلود؟ يعني ليه ممكن اعمل اي بي معين اكسكلود مثلا؟ حاجه كريتيكال مثلا، حاجه تبقى مهمه. يعني اما هو مش سيف او ان هو متكرر يعني. لا مش مالهاش علاقه، عشان بتاع الراوتر بالظبط زي ما بسمال قالت. علشان بتاع الراوتر. يعني يعني مش زي ما هي قالت حرفيا، بس هي اللي اجابتها صح. ان انا دلوقتي المفروض ان انا الراوتر او المالتي لاير سويتش الاس في اي ليها ادرس ثابت هيبقى ليها. الادرس ده هو هيبقى ثابت على كل الاجهزه بتاعت الفيلان دي. يعني كل فيلان دي اما يجي تحط لها ديفولت جيت واي، هتحط لها الاي بي بتاع الاس في اي اللي هنا. فانا ما ينفعش الاي بي بتاع الاس في اي اللي هنا يبقى متاح في البول ان اي جهاز ياخده. فبالتالي بضطر اعمل له ايه؟ اكسكلودد. تمام. انه ايه؟ ما حدش ياخده. جميل. وفي الحاجه البديله الاكسكلودد ان انا زي ما قلنا انا حاطه من الاول بشكل ستاتيك اصلا هنا. يعني انا حطيته هنا ستاتيك. يعني انا لما كتبت على السويتش على الكونفيجريشن هنا اي بي ادرس وكتبت الادرس، انا اوريدي حطيته ستاتيك على الانترفيس دي. فبرضه دي ايه من الحاجات اللي بتخلي بضمن بشكل اكبر ان البول دي ما تحطش الاي بي بتاع الاس في اي في البول بتاعتها. تمام. كان في حد بيسأل. ثانية عشان البتاع مش مظبوط. هو ليه ما كناش بنكتب الايه ده قبل كده في اي كوماند؟ طب ثانية افتكر، ثانية انا
لو اصلنا لو انا على الاس بي اي هنا، لو انت في راوتنج، فانا بكتب اي بي ادرس مش بكتب نتورك. يعني انا بكتب اي بي ادرس وبحط الادرس للايه، للاس بي اي، للانترفيس. جميل. لو على اسمه ايه ده، على الراوتر السب انترفيس، فانا برضو بخش على انترفيس معينه وبديها اي بي ادرس. انا بكتب الكوماند اي بي ادرس، فاي بي ادرس ده ان انا بدي اي بي. طب الفرق هنا ايه؟ ان انا ليه هنا بكتب نتورك؟ انا عايز اعرف النتورك بشكل كامل، لان زي ما قلنا انا هنا بديله الانفورميشن بتاعت النتورك والسبنت ماسك علشان يحدد لي الرينج بتاع الاي بيهات. تمام. انما انا هنا في الانترفيس راوتنج انا مش بحدد رينج اي بيهات، انا في اي بي معين عايز اديه للسب انترفيس دي، او في اي بي معين عايز اديه للاس بي اي دي او الفيرتشوال انترفيس دي، فانا بكتب اي بي ادرس واحدد ادرس معين. تمام. انما في الدي اتش سي بي انا مش بحدد ادرس معين، انا عايز اديله رينج من الاي بيات، وانا اكيد مش هكتب، يعني انا مش اكيد مش هخش على الدي اتش سي بي واقول له ايه، واقول له مثلا اي بي ادرس، تمام، واكتب ايه 192.168.10.1 وبعد كده اكررها تاني مثلا 10.2. تمام. اكتب هنا مثلا ايه ده، سوري عملت اكتب هنا مثلا ايه 10.2 وهقعد 3. اكيد مش هعمل كده عشان اعرف له البول بتاعته يبقى فيها كام اي بي، فانا بديله النتورك والسبنت ماسك، وهو من النتورك والسبنت ماسك بيحدد لي الار بيهات المتاحه اللي هتتحط في البول. جميل كده. اوكي. آه، احنا وصلنا لفين؟ خلصنا. انا عملنا الاكسكلودد. تمام كده احنا خلصنا ايه الشغل بتاع اول فيلان. نخش على ايه اي بي دي اتش سي بي. انا كده عملت ايه؟ كده انا كريت البول بتاع الفيلان 10. طب هل هي البول دي اتعرفت انها بتاع فيلان 10 عشان انا كاتب اسمها فيلان 10؟ لا. انا ليه اتعرف انها بتاع فيلان 10؟ علشان انا هخلي فيلان 10 ده الرينج بتاع النتورك بتاعها اللي انا حطيته. تمام. الرينج بتاع النتورك اللي انا حطيته ده هيبقى بتاع فيلان 10. تمام. فعشان كده ايه، وانا كده كده عملت ايه، عملت انترفيس اصلا في الاول هنا، عملت فيرتشوال انترفيس هنا وحطيت لها الاي بي ده. الفيرتشوال انترفيس اللي انا عملتها كانت بتاع فيلان 10 وحطيت لها اي بي، فالاي بي ده اكيد تبقى فيلان 10. والبول اللي انا عملته وسميته فيلان 10 عشان ما انساش انه بتاع فيلان 10 حطيت له نتورك بتاع فيلان 10. تمام. فانا ليه بقى بعمل بقول كل ده؟ علشان مش معنى ان انا كتبت البول اسمه فيلان 10 ان البول ده بقى البول بقى بتاع فيلان 10 لما احط له النتورك اللي تحدد له الاي بيهات اللي في رينج فيلان 10. تمام كده. تمام. فانا لما اجي اعمل اي بي دي اتش سي بي بول فيلان 20، انا كريت بول اسمها فيلان 20، بس هو امتى هيعرف انها بتاعت فيلان 20؟ لما اديله رينج نتورك او اديله نتورك وسبنت ماسك يحدد له رينج تبع فيلان 20. جميل كده. معايا ولا تهتو؟ اوكي. اوكي ماشي. ممكن ثاني. واحده واحده. هل معنى ان انا كتبت اي بي دي اتش سي بي بول فيلان 20 ان الجهاز المالتي لاير سويتش ده اهو فهم ان البول اللي هتتعمل دي بتاعت فيلان 20؟ لا. هو فهم ان عنده بول اسمها كده. يعني انا ممكن اسميها اي بي دي اتش سي بي بول احمد مثلا، يعني عادي البول اسمها كده. هل معنى كده ان في هنا نتورك اسمها احمد؟ اكيد لا. تمام. انما انا بحط لها اسم، الاسم ده علشان انا افتكر. طب هو ازاي بيقدر يحدد؟ بيحدد بناء على النتورك والسبنت ماسك اللي انا بحطه له. مش انا باجي هنا في الكوماند بكتب له هنا سوري بكتب له نتورك، بكتب له سبنت ماسك، ما هو دول اللي بيحددوا لي الرينج بتاع الاي بيهات، وبناء عليه بيحدد له تبع انهي فلان. تمام كده ولا ايه؟ اوكي. فانا هعمل اي بي دي اتش سي بي بول فلان 20. بعد كده هحدد النتورك بتاعت فلان 20 اللي هي 192.168.0. تمام. دوت زيرو مش دوت واحد عشان ما حدش ينسى. لما بكتب نتورك بكتب دوت زيرو. لو كتبت اي بي ادرس ساعتها ادي اي بي ادرس عادي، ادي اي بي ادرس يعني. تمام. ولو هو ديفولت جيت واي ففي الغالب بنحط له ايه اول اي بي. تمام. طالما نتورك هنا بدي زيرو لان ده نتورك اي دي، مش اي بي، مش اي بي في جهاز هيستخدمه يعني، لا مفيش جهاز هيستخدم الاي بي ده. تمام. فودي النتورك وسبنت مثلا. وبعد كده الديفولت جيت واي او الديفولت راوتر زي ما قلنا الاثنين ايه واحد، يعني الاثنين معناهم واحد 192.168.20.1. هدي دي ان اس سيرفر 8888.
وسيبنا من الليست تايم دلوقتي. هخرج واعمل ايه اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس. ليه؟ عشان اضمن بشكل تام ان الادرس ده استحاله يتحط في البول. تمام. عملت كده انا كريت البول. تمام. هعمل ميرج هنا للايه، للكونفيج اللي انا كنت عامله للاكسس ايه، للاكسس سويتشز. تمام. هعمل ميرج هنا وميرج هنا. ثانيه. لا اهو عملت ميرج هنا وعملت ايه، ميرج هنا. تمام. افتكر اهو البورتات دي كانت مظبوطه. المفروض ان انا افتكر البورتات ما كانش فيها مشكله يعني. فانا هنا عملت ميرج لايه، للحاجات اللي هي اللي احنا عارفينها. ان انا عملت الفيلان، عرفت الفيلانات وبس، ما عملتش اي حاجه ثانيه. الفيلانات والترنك، يعني البورت ترانك ده البورت ترانك ده بس، هو الشغل اللي احنا عارفينه بس عشان ما اضيعش فيه وقت يعني. جميل. دلوقتي انا ابدا بعمل ايه، اخش على الجهاز واسحب دي اتش سي بي. ادوس هنا على دي اتش سي بي، اعمل لي ريكوستنج اي بي. بص اداني ايه، دي اتش سي بي ريكوست سكسسفول. تمام. عمل ايه بقى سكسسفول؟ لو تفتكروا لما كان بيدي فيلد كان بيسحب من الابيبه، دلوقتي هو سحب من الدي اتش سي بي، سحب الاي بي ادرس دوت 2، ما سحبش دوت 1، سحب من اول دوت 2 وحط السب ماسك هو لوحده، وحط الديفولت جيت واي لوحده، وحط الدي ان اس سيرفر اللي انا حددته له. تمام. اجي هنا برضو اعمل كده، اسحب دي اتش سي بي. تمام. لما اجي اسحب دي اتش سي بي هياخد الفتره اللي هو بيقعدها، يعني الفتره دي، الفتره اللي بيعمل فيها ريكوستنج، دي المده اللي بتاعت الدورا بروسيس، دي المده بتاعت الدورا بروسيس اللي احنا ايه شرحناها هنا. تمام. دي المده اللي بيعمل ديسكفر، بعد كده الدي اتش سي بي يديله اوفر، بعد كده ايه يعمل ريكوست، بعد كده ياكنولج عليه. حرفيا دي مده الدورا كلها، بتبقى ايه جزء صغير كده. تمام. فالفتره دي كلها بيريكوست الايه، الاي بي ده. تمام. عمل ريكوست الاي بي اللي في الشبكه بتاعت الفلان الثانيه. بصوا لوحده قدر يفهم انها تبع فلان 20. تمام. وخد اي بي من فلان 20، وعرف الديفولت جيت واي بتاعي فلان 20، وخد الدي ان اس سيرفر. تمام. وانا عشان عامل هاجي اعمل بنج هنا من الجهاز ده للجهاز ده يدي سكسسفول، من الجهاز ده للجهاز ده يدي سكسسفول. يعني ده معناه كده ايه، اجي اعمل هنا كده الانترفيرنال راوتنج شغال مظبوط، يبقى كده الدي اتش سي بي شغال مظبوط، الانترنال راوتنج شغال مظبوط. تمام كده. حد عنده مشكله؟ ده شغل الدي اتش سي بي. نفس الكلام ده اصلا هيتعمل على الراوتر هنا يعتبر. تمام. لو عايزين ما نضيعش وقت وخلاص تمام، انما لو ممكن نجرب على الراوتر برضه عشان نشوف موضوع الليست تايم ده، لان انا ما جربتش قبل كده اصلا احط ليست تايم للاي بيهات يعني. بس انتوا حد عنده مشكله ولا تمام الموضوع جميل؟ ماشي. آه هو المفروض المايكات مفتوحه عشان لو حد عايز يقول حاجه، صح؟ اوكي. آه نفس الكلام، ممكن يتعمل ايه على الراوتر. جميل. نفس الكلام اللي انا عملته على المالتي لاير سويتش يقدر يعمله ايه على الراوتر. إيه فالمهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هخش انا على الجهاز ده، هعمل الترانكات. لو هشتغل هبدا على شغل السويتشات يعني الاول، فاعمل الايه، هعمل الترانكات. انا عندي هنا إيه ده، ده هتبدا ايه في الرخامه دي بقى. ماشي. بصوا نلغي ده، حط جهاز تاني عشان هو الحركه لا مش لذيذه دلوقتي. احط سويتش تاني يعني. اوكي نشوف الاي بي. هخش هنا، هعمل الترانكات الاول. conf t. تمام. انترفيس رينج اهو بقى، خليها كامله. انترفيس رينج اف 0 من 1 ل 3، اول 3 بورتات. سويتش بورت مود ترانك. تمام. سويتش بورت ترانك الاود الول. بعد كده اكزit. هعرف الفيلانات فيلان 10 نيم اي تي. اكزit من فيلان 20 نيم اي اس. اكزit. كده انا عرفت ليه الفيلاند كده زي نفس الترتيب اللي هنمشي بيه هنا، بس انا عشان ايه بدات من ايه، من اول السويتش اللي هنا. جميل. عملت الفيلانات وعملت الايه، الترانكات. هبدا ايه شغل الراوتر. تمام. نفس الشغل اللي انا عملته اللي سويتش اصلا. جميل. اخش هنا enable conf t. هخش ايه، اول حاجه اخش على الانترفيس واعمل لها ايه، اعمل لها نو شت داون. تمام. ليه؟ لان هي محمره هنا، ده معناه انها مقفوله.
فاخش على الانترفيس واعمل لها نو شت داون فاشتغلت. جميل كده جميل. اخرج واعمل ايه؟ اول حاجه انا الراوتر مفيش ترانكات هتتعمل، فانا هعمل الايه الانترفال راوتنج، هعمل السب انترفيسز. تمام. فهعمل ايه؟ انترفيس جيجا 0 على 0 دوت 10 كده. ايه عملت سب انترفيس. كنا بنبدا بانكابسوليشن دوت 1 كيو 10. جميل. وبعد كده اي بي ادرس 192.168.10.1 255 255 255 دوت 0. جميل كده جميل. ده ايه كده؟ دي الخطوات بتاعت الانترفال راوتنج زي ما احنا كنا واخدينها المره اللي فاتت. تمام. اخلص هنا برضو 20 انكابسوليشن دوت 1 كيو. بعد كده الاي بي ادرس اهو. كده انا عملت الايه السب انترفيسز. حلو كده حلو. يبقى فاضل لي ايه؟ فاضل لي الدي اتش سي بي. هعمل نفس الشغل بالظبط اللي انا عملته على الايه على المالتي لاير سويتش. تمام. هعرف البول اي بي دي اتش سي بي بول. تمام. فلان 10. تمام. بعد كده اعمل ايه؟ احدد له النتورك 192.168.10.0 255 255.0. تمام. بعد كده الديفولت راوتر 192.168.10.1. تمام. بعد كده الدي ان اس 8888. نجرب نعمل ليست تايم. مش هيشتغل برضه. ماشي. هو الليست تايم ممكن كده يا اما في مشكله مع باكيت تريسر يا اما في مشكله في الفيرجنات بتاعت الاجهزه. انما هو الليست تايم ده لان هو الكوماند مش غلط، لان لو غلط مش هيبقى مكتوب كده، لان ده الدوكيومنتيشن بتاع سيسكو، ده الدوكيومنتيشن بتاعت سيسكو نفسها، سيسكو كوماندز. تمام. فده المفروض الايه الكونفيجريشن الصح بتاع الدي اتش سي بي. تمام. اللي هو خلاص زي ما احنا عملنا بالظبط، اللي هو اي بي دي اتش سي بي بول ماي بول. تمام. كده عملنا النتورك، بعد كده الديفولت راوتر زي ما احنا عاملينها، بعد كده الدي ان اس سيرفر، بعد كده الليست تايم. تمام. بس هو الليست تايم هنا بقى في مشكله بقى، مش عارف ايه المشكله بتاعته. جميل كده جميل. المهم كنا من الليست تايم هنخرج. احنا خلصنا كده تقريبا الخطوات بتاعت الايه البول بتاعت الدي اتش سي بي. لو النتورك عرفنا نتورك، عرفنا الديفولت راوتر، عرفنا دي ان اس. مش هنعرف الليست تايم بقى خلاص. هنعمل اكزيت ونعمل ايه اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس 192.168.10.1. جميل. عايز اعرفكم حاجه. تمام. عايز اعرفكم حاجه. دلوقتي انا ممكن اعمل دي اتش سي بي اكسكلودد لادرس واحد واعمله، ممكن اعمل له الرينج. يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل كده اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرسز. تمام. 192.168.10.1 واكتب بعديها الرينج. يعني ايه ده؟ اول الرينج واكتب ايه 192.168.10.5 مثلا. فانا كده الرينج بتاعي من اول دوت واحد لحد دوت 5 ده اكسكلودد، ده انا مش هستخدمه. يعني ما ده معناه ان المفروض لما الجهاز يسحب اي بي هيسحب من بعد دوت 5. انا مش فاكر بصراحه دوت 5 هتبقى انكلودد في الرينج ولا لا، بس يا اما من اول 5 يا اما من اول 6، عشان مش فاكر بالظبط كان الرينج بيقفل على 5 ولا قبل 5. تمام. بس انت ده ايه؟ انت كده حددت رينج اللي هو 10.1 10.2 10.3 10.4. دول اكيد مش هيبقوا معاك في الايه في البول. دوت 5 هنكتشف دلوقتي لان انا مش قادر افتكر بالظبط. تمام. فالمهم هنكتب الكوماند اهو اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرسز. عملنا ايه؟ اكسكلود للرينج ده. المره اللي فاتت عملنا اكسكلود لايه؟ لاي بي واحد. المره دي هنعمل اكسكلود لرينج كامل. جميل جميل. هعمل ايه؟ البول الثانيه بتاعتي اي بي دي اتش سي بي بول سوري. تمام. نتورك 192.168.20.0 255 والسبنت ماسك بتاعتي الديفولت جيت واي بتاعتي. تمام. بعد كده الايه الدي ان اس. جميل. بعد كده خلصنا اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد مثلا 192.168.20.1. برضه هنعمل رينج هنا. تمام. نجرب ايه الرينجات هنا. جميل كده جميل. انا هنا عشان الكوماند الكونفيجريشن مش مظبوط قوي، بس هظبط بورت ترانك مش اكتر. حد عنده مشكله في اللي فات؟ طب قبل ما نخش في اللي احنا فيه ده، حد عنده مشكله في اللي فات ده كله؟ احنا خلاص احنا 5 دقايق بالظبط ولا حاجه وخلاص، يعني نخلص دقيقتين هنكون خلصنا العملي.
وان شاء الله ممكن بعد 5 دقايق نكون خلصنا السيشن كلها يعني. اوكي ماشي، نعتبر ان انتوا تمام. هي السيشن دي التفاعل فيها اقل شويه لان هي فعلا ما فيهاش حاجه اصلا، يعني هي السيشن حرفيا ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه حتى مبهمه قوي يعني. تمام. المهم هخش هنا بس هعرف بورت الترانك ده لان انا ما كنتش عرفته في الفايل اللي انا كنت عامل له اكسبورت. فانا هعرف بس الايه، انترفيس اف 0 على 5 سويتش بورت نود ترانك سويتش بورت ترانك الاود بلان اول، بس كده. وهنا برضو ايه هعرف ده enable conf t سويتش بورت سوري انترفيس اف 0 على 5 سويتش بورت نود ترانك سويتش بورت ترانك الاود بلان اول. تمام. وهعمل ميرج للايه، للكونفيجريشنز اللي انا كنت عاملها بتاعت الفيلان ديكليريشن والايه والاكسس بورت. جميل كده. بس كده انا الايه الاكسس سويتش عندي اتعمل فيه الفيلان ديكليريشن والترنكات، لان ده الشغل الوحيد اللي هيتعمل على ده لحد دلوقتي. وهنا اتعمل الترنكات والفيلان ديكليريشن برضو. هنا عملنا الانتر فيلان راوتنج وعملنا الدي اتش سي بي. تمام. هنزود بس الوقت شويه. البورت طول ما هو برتقاني كده هو بياخد وقت عقبال ما ايه بيستوعب الايه الانفورميشن اللي اتبعتت له. تمام. لما بيخضر لي كده بيبقى تمام، ده معناه انه جاهز للايه للكوميونيكيشن. فالمفروض هنعمل ايه، نخش على البي سي. المفروض دول كده مثلا هيبقوا تبع نفس الفيلانات اصلا يعني. ده تبع نفس الفيلانات، ده تبع نفس الفيلان اهو، وده ايه تبع نفس الفيلان برضو. جميل. نخش هنا نسحب الدي اتش سي بي ريكويست عمل سكسسفول. بصوا سحب منين، بصوا يعني انا مش عارف اكبرها لكم قوي، بس واخدين بالكم هو ساحب كام؟ 1 9 2 1 6 8 دوت 10 دوت 6. ليه؟ لان انا الاكسكلودد انا كنت عامل اكسكلودد رينج من اول 1 لحد 5، فهو ساحب من اول 6. ده معناه ان الرينج عندي كله اتعمل له اكسكلود من اول 1 لحد 5، والخمسه تبع الايه الاكسكلودد. جميل كده. فانا ايه اما سحب من اول 6، لما نيجي نشوف اللي جنبه يسحب نفس بتاع نفس الفيران، لما يجي يسحب هيسحب كام؟ هيسحب 7 و10.7. جميل. ونفس الانفورميشن بتاعت اللي هي الدي ان اس وديفولت جيت واي السبنت ماسك الكلام ده كله. نيجي نشوف اللي بعديه هيسحب كام؟ هيسحب 8، هيسحب بتاع 8. تمام. وهنا برضو اهو هيسحب بتاع كام؟ بتاع 9 اهو. جميل كده. نفس الكلام هنا هاجي اسحب دي اتش سي بي، سحب وسحب من اول 6. تمام. هاجي اسحب هنا برضو هيسحب من اول كام؟ 7 بقى، يعني خلاص 6 اتاخد يبدا ياخد 7. تمام. 7 و6 اتاخدوا والاول 5 مش في رينج، هيسحب كام؟ 8. تمام. هنا ايه هيسحب بتاع 9. جميل كده. يبقى كده ايه كده سحب عادي. هنشوف الكوميونيكيشن، نشوف مثلا من هنا لهنا اهو. يبقى ايه البي سي شايف الراوتر، ايه ده سوري البي سي شايف الراوتر عادي اهو، وهنا البي سي ده برضو شايف الراوتر عادي، والانترفيرن راوتنج ما بينهم هيقدم اول مره يدي فيلد هعمل له ريفرش دي سكسسفول اهو. تمام. يعني دي مشكله كانت بتواجه اغلبكم ساعات لما كان بيعمل بينج اول مره يدي له فيلد يفتكروا انه بايظ، لا لو عملت ريفرش ممكن يدي سكسسفول. ساعات بتبقى تهنيجه من الباكت تريسر يعني. تمام. فهو تمام ده عشان اول بينج ما بينهم برضو هيدي ايه ادى فيلد فكان سكسسفول. جميل. فده معناه الانترفيرن راوتنج شغال مظبوط، الدي اتش سي بي سحب مظبوط زي ما شفنا، الترنكات شغاله مظبوط، كل ده شغال ايه مظبوط. نخش في الايه، نخش في الاخر كلمتين نظري عندنا. المميزات بتاعه الدي اتش سي بي. مميزات الدي اتش سي بي طبعا هيوفر عليا وقت بتاع المانوال اي بي كونفيجريشن. لو تاخدوا بالكم احنا الوقت اللي احنا خدناه اغلبه كنا بنعمل ايه، كنا بنعمل ترانكات، بنعمل بلان ديكليريشن، بنعمل انتربلان راوتنج، الكلام ده كله. الدي اتش سي بي نفسه على بعضه 3 4 كوماندات ويخليني ايه ادي الاي بيهات لكل الاجهزه اللي عندي. جميل. فده بسبب انه ايه ده كده بيوفر وقت. طبعا احنا ممكن ما تحسش بتوفير الوقت ده لان مثلا عندنا 4 اجهزه بس، انما لو على سكيل اوسع عدد اجهزه اكتر هتحس فرق الوقت يعني. طبعا مفيش اي بي كونفليكت، مش هتلاقي اي جهازين عندهم نفس الاي بي. تمام.
طبعا السيتنج بتاعته سهله. تمام. وكمان في حاجه، لو انت حبيت تغير في حاجه في سيتنج البول، يعني البول عندك هنا اهو، ممكن تغير في الايه، في السبنت ماسك مثلا، لو عايز تزود الرينج بتاع الاي بيهات. يعني زي ما قلنا السبنت ماسك هو اللي بيتحكم في رينج الاي بيهات المتاحه. جميل. طب انا عايز ازود ده، ممكن اغير في السبنت ماسك. تمام. ساعتها ما اغير في السبنت ماسك اقدر اعمل ابديت لكل الاجهزه عن طريق كوماند واحد احطه في البول، هيظبط لي يعمل لي ابديت في الايه، في كل الاجهزه اللي واخده اي بي من البول دي. تمام. طبعا سكالبل زي ما قلنا، انت ايه، اي عدد اجهزه هيزيد انت سهل انك تحطه في الشبكه. يعني لو داخل عليك 100 جهاز جديد كلهم بس هتفعل عندهم اوبشن الدي اتش سي بي، هيسحب اي بي عادي. تمام. برضو ايه، الاوتوماتيك اي بي ريكفري دي اللي هي بتاعت الليست تايم، ده اللي احنا ما عرفناش نطبقها للاسف على الباكت تريسر يعني. تمام. طبعا ما فيش هيومن ايرورز، انت ما فيش يعني انك تكتب اي بيهات متشابهه، او انك تكتب سبنت ماسك غلط، او انك تكتب ديفولت راوتر غلط، الكلام ده كله. جميل. طب انا عايز بقى ايه اسالكم سؤال كده اخير بقى نختم بيه السيشن. دلوقتي احنا يعني بشكل غير مباشر ذكرنا استخدام للايه، للستاتيك اي بي بشكل غير مباشر. انا عايز حد يقول لي استخدامين على الاقل للستاتيك اي بي ما استخدموش في الدي اتش سي بي. يعني ايه؟ يعني ليه امتى استخدم ستاتيك اي بي وما ينفعش استخدم دي اتش سي بي، ويحاول يوضح السبب برضه. حاجه بقى ايه، احدد بيه الاي بي بتاع السيرفر. طب وضحي اكتر يعني. في الفي بي ان مش شرط، ملهاش علاقه بالفي بي ان او اعتقد يعني. لا توبيك بص ملهاش علاقه باي توبيك تكنيكال، هي ليها علاقه بكونسبت بس بسيط، اللي هو كونسبت بسيط بس في الايه، في النتوركس عامه يعني. جميل. دي نقطة ماشي، دي أول حاجة صح، إن السيرفر الأي بي بتاعه مش هيتغير. طب إيه بقى النقطة التانية؟ يعني أنا عشان السيرفر الأي بي بتاعه ما يتغيرش، أنا عايز سبب برضه. يعني ليه مثلا الأي بي مثلا بتاع السيرفر ما يتغيرش؟ ده سؤال. السؤال التاني، إيه الحاجة التانية اللي ممكن أستخدم فيها ستاتيك أي بي؟ يعني أنا أستخدم ستاتيك أي بي على السيرفر علشان ما ينفعش أغير الأي بي بتاع السيرفر. السؤال ليه ما ينفعش أغير الأي بي بتاع السيرفر، وفي نفس الوقت ليه ما ينفعش اسمه إيه ده، ايه الاوبشن الثاني؟ هيعتبر يعتبر زي ما نوها قالت كده. بس قولي طب ايه الاجابه اللي عندك؟ انا كنت هقول ان في حاجات انا ما ينفعش اغير الاي بي بتاعها، ان هو مثلا يعني في حاجات لازم ابقى متصله بيها بشكل دائم. يعني احنا قلنا في الديناميك اللي احنا بيجي مثلا وقت معين وخلاص، يعني الشغل بتاع الاي بي ده مش تمام. هستخدمه تاني. جميل. ففي حاجات انا ما ينفعش اوقفها، يعني في حاجات بتبقى لازم تبقى مستمرة، فانا لو لو وقفتها لو ممكن ايه تبقى زي عطل مثلا او حاجة كده، مش عارفة، يعني حسيت ان هو جميل 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 جميل، اجابه يعتبر صح. وبرضو الاجابه بتاعت نوها يعتبر صح، هي مش شرط الدي ان اس سيرفر، اي سيرفر عامه يعني، مش اجباري على الدي ان اس سيرفر. تمام. الدي ان اس سيرفر ده مثال، وهو اشهر مثال يعني الدي ان اس سيرفر. والديفولت جيت واي برضه مظبوط. تمام. ليه بقى يعني؟ هل حد جاوب ليه ولا لا؟ بس انتوا كلكم يعني الاجابه بتاعت نوع صح، الاجابه بتاعت بسمله برضه يعتبر صح. عشان معروفه عالميا. يعني يعني هي ماشي. حاجه معروفه عند الكل، يعني فور اكزامبل زي مثلا سيرفر جوجل، هي مثلا لو دي حاجه متغيره فكل الناس مش هتعرف تتصل بيها في نفس الوقت، او مش هنعرف نوصل لها. نفس الفكره يعني، بتدور حوالين كل نفس الكلام. جميل جميل جميل. طب حلو حلو. ماشي. ادي صوفي جاب إجابة صح برضو. عشان أضمن الأجهزة تعرف توصل للأي بي بتاع السيرفر كل مرة. ماشي. لو حاجة ثابتة مش عايزة تتغير، أو عايزة تكون معروفة لليوزرز مثلا. جميل جميل. ماشي. لا، عظيم 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 عظيم، إجاباتكو جميلة. أوكي. أوكي. بالظبط كده. ده نفس الايه، ده السبب يعني امتى تستخدم اي بي، امتى تستخدم دي اتش سي بي، وامتى تستخدم ايه، ستاتيك اي بي. تمام. هنا انا بستخدم دي اتش سي بي امتى؟ لما يبقى عندي بي سيز عادي او لابتوبات او اي اند يوزر ديفايس، اي اند ديفايس يعني. تمام. فبستخدم دي اتش سي بي. وطبعا لو عدد الاجهزه عندي كتير فبستخدم دي اتش سي بي. امتى استخدم ستاتيك اي بي؟ لما بستخدمه على السيرفرات، سواء ويب سيرفر، دي ان اس سيرفر، او فايل سيرفر، اي سيرفر عندي. تمام. ودي اتش سي بي سيرفر، ما انا عندي
انا عندي دي اتش سي بي سيرفر، السيرفر نفسه بتاع الدي اتش سي بي بيبقى ليه اي بي ستاتيك. يعني اصلا الدي اتش سي بي تبقى يعني لو انا عندي سيرفر تمام، ادي ده سيرفر مثلا اهو، في اي بي للسيرفر ده نفسه، الاي بي بتاع الدي اتش سي بي سيرفر نفسه بيبقى ستاتيك تمام. فحتى الدي اتش سي بي سيرفر بعمل له ستاتيك اي بي تمام. هو جواه بيقدر يعمل لي السيرفيس بتاعت الدي اتش سي بي بول، لان هو يقدر يعمل لي الدايناميك الوكيشن بتاع الاي بي تمام. واللاير 3 ديفايسز سواء السويتشات او الراوترات. طب ليه؟ علشان يعني لو تاخدوا بالكم انا هنا بعمل ايه؟ لو عملت لو هنا على الكونفيجريشن بتاع الدي اتش سي بي، لو تاخدوا بالكم انا ساحب هنا دي اتش سي بي، فالديفولت جيت واي مش هغيرها. جميل. في نفس الوقت الراوتر ده معروف عندي في الجهاز، الشبكه كلها لو عايزه يعني عايزه تكلم بعض بتكلم بعض عن طريق الراوتر. جميل. فما ينفعش اي بي الراوتر ده يتغير، لان هم ده بيبقى معروف ليهم، وده اللي بيوصلهم ببقيه الايه، ببقيه الاجهزه اللي في الشبكات الثانيه. جميل. فعشان كده الراوتر ما ينفعش اغير الاي بي بتاعه او الجيت واي. يعني جيت واي هنا بقى انا بقصد بيها ايه؟ اي لاير 3 ديفايس، سواء مالتي لاير سويتش او ايه، او راوتر. جميل. وفي نفس الوقت البرنترات، لو انا عندي برنترات في الشركه، برنترات بتاخد اي بي او كده، فعلشان طالما هي حاجه شيرد في الشبكه كلها كله هيستخدمها، فلازم تبقى اي بي بتاعها معروف تمام. فبس كده. فامتى تستخدم فعلا ستاتيك اي بي في الانفراستراكشر؟ وستاتيك اي بي فور سيرفرز اند انفراستراكشر علشان الديفايسز دايما تبقى عايزه ايه، تفايند الاجهزه دي تمام. لو مثلا على سبيل المثال الدي ان اس سيرفر الاي بي بتاعه اتغير، مش هيقدر يعمل ريسولف الدومين. يعني لو فرضنا انت بتكتب دومين نيم هنا، يعني انت بتكتب مثلا هنكتب يوتيوب دوت كوم مثلا تمام، يوتيوب دوت كوم مثلا اهو. لو الدي ان اس اللي انت يعني الربط بين الدومين والاي بي ده اتغير، لو الاي بي بتاع جوجل يوتيوب ده اتغير، فالدومين ده مش هيبقى مربوط بالاي بي بتاع بالاي بي بتاع يوتيوب. فانت مش هتعرف حتى لو كتبت الدومين صح، انت مش هتعرف توصل لليوتيوب. ليه؟ لان الاي بي بتاعه هيبقى اتغير. عشان كده سيرفر يوتيوب، ما هو ده سيرفر اليوتيوب برضه، سيرفر اليوتيوب مش هينفع غير الاي بي بتاعه. جميل. ف يعني دي ايه كل المشاكل اللي ممكن تواجهنا في موضوع تغيير الاي بي للسيرفرات والحاجات دي كلها. فدي رول عشان تمشي عليها. لو الديفايس بيقدم سيرفيس ياخد ستاتيك اي بي، لو الديفايس بيستخدم سيرفيس بيتعامل بالدي اتش سي بي ديفايس. فانا بتعامل على مستوى الديفايس نفسه. يعني ايه؟ يعني دي اتش سي بي سيرفر ده ديفايس بيدي سيرفيس الدي اتش سي بي تمام، هو اللي بيدي السيرفيس فهو ياخد ستاتيك اي بي تمام. الراوتر مثلا، الراوتر ده بيدي سيرفيس الانترفيرون راوتنج، فهو ياخد ستاتيك اي بي تمام. انما البي سي بيستخدم السيرفيس بتاعت الانترفيرون راوتنج، وبيستخدم السيرفيس بتاعت الدي اتش سي بي، فياخد ايه؟ دايناميك اي بي، اللي هو الاي بي الدايناميك بتاع الدي اتش سي بي. جميل كده. كده احنا ايه، خلصنا.